بيبدأ الفيلم ببنت جميلة اسمها سيون وهي ماشية في الشارع وبتعيط، وفجأة بتقف قدامها عربية شخص مجهول وبتركب معاه، وبنروح بعدها لمدرب ملاكمة اسمه تشول، وبيكون رايح يتكلم مع هيئة التحكيم وبيتهمهم إن هم أخدوا رشوة علشان يخسروا الملاكمين بتوعه. فبيتعصب عليه نائب مدير هيئة التحكيم وبيقول له إن هو شخص فاشل وبيحاول إن هو يضربه، لكن تشول بيدافع عن نفسه وبيضربه في بطنه. فبيقع النائب على الأرض وبيقرر يعاقبه وبيرفضه، وبيركب تشول عربيته ويتحرك ناحية قرية فقيرة علشان يشتغل هناك مدرس في مدرسة بنات. فبتتصل بيه أخته بتلومه على اللي هو عمله مع نائب هيئة التحكيم وبتطلب منه ما يعملش مشاكل في شغله الجديد. فبيطمنها تشول وبيعرفها إن هو رايح القرية. فلما بيوصل على حدود القرية العربية بتتعطل بيه، فتشول بيتصل بونش علشان يجي يشد العربية، وبالصدفة بيشوف ورق إعلان عن بنت اسمها سيون مختفية بقالها فترة، ودي بتكون نفس البنت اللي شفناها في الأول. وأول ما بيوصل الونش بيركب تشول العربية وبيدخل المدينة، وهناك بيشوف بنت اسمها جين، وجين بتتخانق مع مجموعة بنات وبتزعق لهم علشان قطعوا الإعلانات اللي هي نشرتها عن اختفاء صاحبتها سيون. فتشول بيحاول يهديها وبيقول للبنات ما تعملش مشاكل، وساعتها بيجي ظابط اسمه سونج وبيتكلم مع تشول وبيرحب بيه في المدينة، وبيفكروا إن هو كان بيتدرب عنده ملاكمة في النادي. وقتها جين بتروح لبيت جدة صاحبتها سيون علشان تطمن عليها وتديلها العلاج بتاعها، وبنعرف إن سيون كانت عايشة مع جدتها قبل ما تختفي لأن والدها ووالدتها اتوفوا في حادثة عربية. فالجدة بتقولها إن هي قلقانة جدا على سيون لأن هي بقالها شهر مختفية ومحدش يعرف عنها حاجة. فبتحاول جين إن هي تطمنها وبتقولها إن هي عملت بلاغ في الشرطة عن اختفائها، وبتطمنها إن أكيد الشرطة هيلاقوها في أقرب وقت. بعدها بتدخل أوضة سيون وبتشوف اللوحة اللي رسمتها، وبتكون رسمة فراشات لأن هي بتحبهم جدا، وبتفتكر ذكرياتها معاها لما كانوا بيتكلموا سوا، وبيكونوا هما الاتنين لابسين اسورة فيها فراشة. بعد شوية بتشوف جين ميدالية مكتوب عليها جينوس، فبتخمن إن ده المكان اللي كانت صاحبتها بتشتغل فيه. فبتقرر إن هي تروح المكان ده علشان تدور عليها هناك. فبتخرج من بيت جدة سيون عشان تروح بيتها، وفي طريقها بيكون في شخص مجهول مراقبها وماشي وراها، وبيكون باين إن هو بيخطط يخطفها هي كمان. لكن لحسن حظها بيجي الباص وبتركب جين بسرعة، وتاني يوم تشول بيروح المدرسة اللي هيشتغل فيها، وبيعرفوا المدير إن هو هيشتغل مدرس رياضة، وهيكون هو مسؤول عن جمع المصاريف من الطلبة المتأخرين عن دفع الرسوم. وبعد ما بيخلص كلامه بيوديه لأوضة المدرسين وبيعرفوا عليهم، وبيقولوا إن هو ساب له قائمة على مكتبه فيها كل أسماء الطلبة اللي ما دفعوش المصروفات. فبيروح تشول صالة الأكل عشان يدور على الطلبة اللي ما دفعوش المصاريف، وساعتها بيقابل قطاي صاحب المدرسة وبيرحب بيه، وبنعرف إن قطاي شخص غني جدا ومترشح إن هو يبقى عمدة القرية. وقتها بيبص تشول على قائمة الطلبة وبيلاقي إن جين من ضمن الطلبة اللي ما دفعوش المصاريف، فبيروح يتكلم معاها وبيطلب منها تدفع المصاريف، وبيسألها لو تعرف سون لأن هي ما دفعتش المصاريف، وإنه دور على سون وما لقاهاش. فجين بتقوله إن هي تدفع المصاريف الشهر الجاي، وبتعرفه إن سون تبقى صاحبتها المقربة وإنها مختفية من شهر ومحدش يعرف عنها أي حاجة. فبتسيبه جين وبتمشي. فبيدخل تشول الحمام وبيشوف جين وهي بتنط من على سور المدرسة، فبيروح وراها وبيلاقيها داخلة بار اسمه جينوس. فبيجوا حراس الأمن ويتكلموا معاها وبيأمروها إن هي تخرج. ولما بيجي تشول جين بتطلع الدور الأول عشان تدور على صاحبتها، ولكن حارس الأمن بيمسكها وبيجي تشول ياخدها. فبيعتذر للحارس وبيخرج من المكان. فجين بتوري صورة سيون لبنت شغالة في البار وبتسألها لو كانت تعرفها، فالبنت بترتبك وبتقولها إن هي ما تعرفهاش، وإن في واحدة اسمها إيسول هي المسؤولة عن البنات اللي شغالين في البار، تعرف عنهم كل حاجة، وبيبان عليها إن هي كذابة وخايفة تقول لهم إن هي تعرف سيون. وبالليل بتتكلم جين مع تشول وبتعرفوا إن هي عملت بلاغ في الشرطة عن اختفاء صاحبتها سيون، واكتشفت إن محدش بيدور عليها ومحدش مهتم بالبلاغ. فتشول بيحاول يطمنها وبيقولها إن هو يتصل بالظابط سونج اللي قبله لما جه القرية ويخليه يتابع البلاغ بنفسه، وبيقولها على عنوان بيتها علشان يوصلها. فجين بتفتكر إن تشول مش مهتم بالموضوع هو كمان، وبتسيبه وبتخرج من العربية. وهي ماشية بتلاقي عربية ماشية وراها، فبيخرج من العربية شخص مجهول وبيحاول يخطفها، فبيجري وراها لحد ما بيوصل لها وبيكهربها بصاعق وبتفقد الوعي. فتشول بيكتشف ان هي نسيت الموبايل بتاعها في العربيه، فبيروح يدور عليه عشان يديها الموبايل بتاعها. فجاه بيشوف الشخص المجهول فبيتحرك بالعربيه بسرعه عليه، فبيحاول الشخص المجهول ان هو يهرب بالعربيه. فبيضطر تشول يسيبه عشان يطمن على جين، فبيلاقيها فاقده الوعي. فساعتها بينقلها للمستشفى وبيجي 2 محققين من الشرطه علشان يستجوبوها، وبيقولوا لها ان هم هيدوروا على المجرم وهيقبضوا عليه في اسرع وقت. فجين بتقول لهم ان ممكن يكون الشخص ده هو اللي خطف
صاحبتها سيون، فالمحققين بيتجاهلوا كلام جين وبيحسوا ان هم كده مش مهتمين فبيسيبوها وبيمشوا. فتشول بيخرج ويتكلم مع ضابط سونج وبيقولوا ليه محدش من الشرطة مهتم باختفاء سيون. فسونج بيقولوا ان الشرطة مشغولة بانتخابات عمدة القرية، وكمان في بنات كتير في القرية هربوا من اهاليهم، والشرطة شايفة ان سيون هربت هي كمان من اهلها. فبيتضايق تشول جدا وبيحس ان في حاجة غريبة جدا بتحصل في القرية دي. وتاني يوم تشول بيروح لجدة سيون وبيوعدها ان هو يدور على سيون بنفسه ويرجعها البيت، وبعدها بيروح يقابل الضابط سونج وبيديله بلاغ كتبه بنفسه عن اختفاء سيون، وبيطلب منه يرفع البلاغ ده للنيابة علشان يدوروا على سيون بدل الشرطة، لأن الشرطة مش مهتمة نهائي بالموضوع. ولما بيروح المدرسة بنشوف دخان سجاير من حمام البنات، فبيدخل الحمام وبيخلي البنات يخرجوا، فبيقول البنات ريحة السجاير دي جت منين، فالبنات بتكذب بتقول ان هما مش معاهم سجاير اصلا. فتشول بيدخل يدور بنفسه في الحمام وبيتفاجئ ان في كاميرا صغيره في الحمام، فبيدور في سجل الكاميرا دي وبيكتشف ان كين مدرس الرسم هو اللي حاطط الكاميرا علشان يصور البنات وهم في الحمام. وساعتها بيروح يفتح اللابتوب بتاعه وبيلاقيه مسجل فيديوهات كتير لبنات كتير في الحمام. ولما بيفتح الرسائل بيلاقي رساله من جين بتقوله ان هي مستنياه قدام المدرسه علشان يساعدها في البحث عن صاحبتها سيون. وكمان بيلاقي رساله لصاحبتها سيون يوم اختفائها وبتكون كاتباله فيها ان هي عايزه يجي يوصلها بالعربيه. فبيخمن تشول اللي كين مدرس رسم هو اللي سبب في اختفاء سيون، وفي نفس الوقت ده جين بتركب العربية مع كين. فتشول بيتصل بيها وبيسألها هي فين، فبترفض تقوله على مكانها. فبينصحها تشول ان هي ما تقابلش كين، وبيقول لها ان هو شاف الرسائل بتاعته، وبيقول لها ان كين كان على تواصل مع صاحبتها سيون قبل اختفائها وممكن يكون هو اللي ورا خطفها. واثناء كلامه جين بتشوف ميدالية فيها فراشة في مفاتيح العربية بتاع كين، فبتحس ساعتها ان كلام تشول صح، فبتحاول تلمح له ان هي في عربية كين من غير ما كين يفهم. فبيطلب منها تشول ان هي تبعت اللوكيشن في رساله وهو هيجي لها ينقذها، ولكن وقتها كين بيقف بالعربيه عشان اشاره المرور. فبتحاول جين تفتح باب العربيه بهدوء عشان تهرب، ولكن كين بيربط لها حزام الامان. فجين بتبعت رساله لتشول بتعرفه ان كين واخدها لشقته. فبتسال كين مين اللي اداله الميداليه اللي عليها فراشه دي، لانها عارفه ان صاحبتها سيون بتحب الفراشات. فبيقول لها ان السيون اديتها له هديه، فبتساله هو تواصل مع سيون يوم اختفائها ولا لا. فكين بيتعصب عليها وبيضربها على دماغها وبتفقد الوعي، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في بيته وبيكون رابطها علشان ما تهربش. وبالصدفة بتشوف موبايل صاحبتها سيون في الدرج بتاعه، فبتتأكد ساعتها ان هو السبب في اختفاء صاحبتها. فبيقول لها كين ان هو ما عملش حاجة لسيون وما عرفش هي فين. واثناء كلامه بيوصل تشول للبيت، فبيتصدم كين وبيشيل لوحة كبيرة عشان يخبي جين في أوضة سرية، ولكن تشول بيقدر يكسر الباب وبيدخل يضربه وبيسأله عمل ايه في سيون وليه موبايلها معاه. فبيحكي له كين ان سيون بعتت له رسالة يوم اختفائها وطلبت منه ان هو يوصلها. فركبت معاه وكان باين عليها انها حزينة وخايفة من حاجة، وفي طريقهم عدى على بنزينة وطلبت منه يقف بالعربية. فنزلت تتكلم في التليفون، وبعد ما خلصت مكالمتها قالت له ان في حد هيجي يوصلها البيت، وطلبت منه يمشي. وفعلا مشي وكان قلقان عليها وحس بالذنب لان هو سابها لوحدها في الشارع بالليل، فاضطر يرجع للبنزينة تاني ولكنه ملقاهاش. وساعتها شاف مخزن مهجور جنب البنزينة فدخل عنده علشان يدور عليها، لكن للاسف ملقاهاش ولقى التليفون بتاعها واقع على الارض. فلما بيخلص كلامه تشول بيقول ان هو مش مصدقه، ولو كلامه ده حقيقي ليه ما بلغش الشرطة وحكى لهم على اللي حصل. فكين بيقول ان هو خاف من الشرطة لانه كان اخر واحد معاها واكيد الشرطة هتشك فيه وتقبض عليه. وفجأة بيسمع الصوت ضباط شرطة قدام البيت، فجين بتعرفه ان هي بلغت الشرطة وقالت لهم ان هو حاول يخطفها، وساعتها بيتقبض عليه وبيخش الحجز في مركز الشرطة. فتشول بيتكلم مع المحقق فبيديله الموبايل بتاع سيون وبيطلب منه يصلحه علشان يعرف مين اخر رقم هي كلمته، لان اكيد ده الشخص اللي خطفها. فبيتجاهل المحقق كلامه بأمور يخرج من هنا. ففعلا بيخرج تشول وبيتكلم مع ضابط سونج وبيطلب منه يصلح موبايل سيون ويعرف مين اخر رقم هي كلمته ويبلغه على طول، لانه حاسس ان المحقق مش مهتم بالقضية واصل ان هو ما يحققش فيها. في الوقت ده المحقق بيتصل بجيانج صاحب البار اللي سيون كانت بتشتغل فيه، وبيقوله ان هو حاول ما يفتحش قضية سيون، ولكن المدرس تشول بيحاول يفتح القضية وجاب له موبايل سيون علشان يصلحه ويعرف اخر رقم كلم سيون قبل اختفائها. فجيانج بأمره ما يصلحش التليفون، وبعدها بيروح يتكلم مع كيتاي صاحب مدرسة البنات واللي مترشح لمنصب العمدة، فبيحكي له على اللي حصل. فكيتاي بيتعصب عليه وبيضربه، وبيطلع ان هو السبب ورا اختفاء سيون وان هو اللي كان بيرشي الشرطة علشان ما يدوروش عليها. فلما بيروح تشول المدرسة فبيقرا هو زمايله المدرسين خبر القبض على كين مدرس الرسم لأنه حط كاميرا مراقبة في حمام البنات. فتشول بيعرف إن جين هي اللي نشرت الخبر ده، فبيروح يكلمها وبيلومها على اللي هي عملته لأنها كده ممكن تتورط في مشاكل. فجين بتقوله إن هي مش خايفة ومستعدة إن هي تواجه أي مشاكل، والمهم عندها إن هي تلاقي صاحبتها سيون. فجين بتسيبه وبتمشي، وبعد شوية بيجيله استدعاء لمكتب كيتاي صاحب المدرسة. فبيقرر كيتاي إن هو يرفضه من المدرسة علشان ما يخلوش يدور على سيون. وكيتاي
فكتاي بينصحه يمشي من القرية نهائي، وتشول بيروح يقف لوحده وبيكون متضايق جدا ومش عارف يتصرف ازاي. وساعتها بيتصل بالظابط سونج وبيقوله ان هو جاله بلاغ من شخص لبنت ميتة تحت الجسر، وشاكين ان البنت دي تكون هي سيون. فتشول بيتحرك على هناك بسرعة، فبيلاقي جين بتكون عايزة تعرف مين البنت اللي ماتت. فجين بتشوف اسوار على هيئة فراشة في ايد الجثة، وبتعرف ان دي صاحبتها سيون، فبتنهار من العياط وتشول بياخدها في عربيته علشان يوصلها البيت. ولكن بيعرفوا ان جدة سيون تعبت بعد ما عرفت خبر موت حفيدتها، فبيروحوا بسرعة علشان يطمنوا عليها. في الوقت ده الظابط سونج بيروح ياخد الموبايل بتاع سيون علشان يصلحه، فبيشوفوا المحقق في كاميرا المراقبة وبيكون متعصب لان سونج لو صلح الموبايل وشاف اخر رقم ساعتها يعرف مين اللي قتلها. وفعلا سونج بيروح محل تليفوناته وبيصلح التليفون، وبيتصل على تشول وبيبلغه ان اخر رقم اتصل على سيون هو رقم جيان، وجيانج ده هو صاحب البار اللي سيون كانت بتشتغل فيه. وفي واحدة اسمها ايسول كانت بعتها لها رسالة وبتقول لها في الرسالة ان هي قلقانة عليها جدا. وبعد ما بيقفل سونج المكالمة بييجوا رجالة جيانج وبيضربوه على دماغه وبيسرقوا منه تليفون سيون. وساعتها تشول بيروح البار وبيتكلم مع ايسول وبيسألها ايه اللي حصل في يوم اختفاء سيون، فبتقوله ان سيون كانت شغالة مغنية في البار. في اليوم ده كيتاي رجل اعمال كان قاعد في البار مع رئيس مركز الشرطة علشان يرشيه وينجحه في الانتخابات الجاية. وساعتها سيون دخلت الحمام عشان تكلم جدتها لان ساعتها جدتها كانت تعبانة، ففضلت تعيط لحد ما كيتاي دخل عليها الحمام. فبتعرفه سيون ان هي بتدرس في المدرسة بتاعته، فبتطلب منه يخليها تمشي عشان تطمن على جدتها لانها تعبانة جدا. فبيتضايق كيتاي وبيجي رئيس الشرطة ياخد سيون وبيمشي. بعدها كيتاي بيتكلم مع جيانج صاحب البار وبيزعله عشان شغل سيون في البار لانها طالبة عنده ممكن تعرف عنه كل حاجة وتسوق سمعته. فبيطمنوا جيانج وبيقولوا ان سيون بتشتغل عنده في البار علشان تسدد ديون والدها، وانها مستحيل تقول لحد حاجة خصوصا لانها مش معرفة اي حد انها بتشتغل في بار. اثناء كلامهم بيسمعوا صوت رئيس الشرطة وهو بيصرخ، فبيروحوا يشوفوه بيلاقوه بيتألم. فبيعرفهم ان سيون ضربته علشان حاول يتحرش بيها وهربت من المكان. فجيانج بيتعصب وبيتصل بيها عشان يعرف هي فين، فبتقوله ان هي موجودة قدام البنزينة، فبيأمرها ما تتحركش من مكانها لحد ما يجيلها. في الوقت ده ايسول بتبعت رسالة لسيون عشان تطمن عليها وبتنصحها ما تهربش عشان جيانج ما يقتلهاش. وبعد ما بتخلص ايسول كلامها بيجي جيانج ورجالته وبيعرفوا ان تشول في البر وبيدوروا عليه. فتشول بيروح لهم وبيواجههم، فبيطلب من جيانج ان هو يتكلم معاه بهدوء بدون اي مشاكل. لكن رجال جيانج بيهجموا عليه وبيضربوه بعصاية البيسبول على دماغه، فبيتعصب تشول وبيضربهم كلهم. وساعتها جيانج بيطلع سكينة وبيحاول يطعن تشول بيها، فبيضربه على طول تشول. وتشول بيسأله هو قتل سيون ولا لأ، وجيانج بيقوله انه مش هو اللي قتلها، وبيحكي له انه هو لما راح البنزينة علشان يجيب سيون ما لقاهاش، وساعتها شاف مخزن مهجور جنب البنزينة ودخل يدور عليها فيه، واتفاجئ ان في شخص مقنع خنقها وقتلها. ومفاجأة ان الشخص ده ابن كيتاي. وقتها جين بيكون في حمام المستشفى وبيجي ابن كيتاي وراها وبيخنقها لحد ما بتفقد الوعي وبيخطفها. وبيتضح ان ابن كيتاي هو كين مدرس الرسم. فلما بيمشي تشول من البار بيركب عربيته وبيتصل بيه الظابط سونج، وبيعرفوا انه في عصابه ضربوه وسرقوا منه موبايل بتاع سيون، وبيقولوا ان في حاجه غريبه حصلت وان في ضابط شرطه خرج كين من الحجز. فتشول بيقفل معاه مكالمه بسرعه وبتتصل بيه والدة جين وبتقوله ان جين مش موجوده في المستشفى، فبيستنتج ان كين خطفها. فبيقرر في الوقت ان هو يروح له البيت عشان ينقذ جين. وساعتها بتفوق جين وبتلاقي نفسها في الغرفه السريه بتاعه كين. فكين بيقول لها ان هي فاهمه غلط وانه مش مجرم زي والده كيتاي. فبيفتكر اليوم اللي والده جه فيه وشاف سيون ميته، وساعتها اخد الموبايل بتاعها من جيانج صاحب البار وكسره وفضل يضرب في كين، لان لو اي حد عرف ان هو اللي عمله ده هيخسر بسببه الانتخابات. وبنعرف ان كين عنده مرض نفسي لان والده كان دايما بيضربه وهو صغير. وقتها تشول بيوصل البيت وبيشوف اللوحه اللي وراها الاوضه السريه، فبيشيل اللوحه وبيكسر الباب ولكن مش بيلاقي كين، وبيشوف لوحه مكتوب عليها عنوان شقه تانية، فبيقرر انه يروح على هناك بسرعه. فساعتها كين بيسمع صوت حد بيفتح باب الاوضه السريه اللي هو فيها، فبيكتم صوت جين عشان ما تتكلمش. بعدها بيضربها وبيدخلها جوه الدولاب، فبيدخل عليه والده كيتاي فبيساله هو مستخبي في الغرفه دي ليه. فكين بيرتبك ومش بيعرف يرد، فبيتفاجئ ان والده بيقول ان هو هيسفره امريكا لان نتيجه الانتخابات قربت، لانه مش عايز اي مشاكل تاثر على مستقبله والمنصب الكبير ان هو هيمسكه. فكين بيرفض وبيقول له ان السنه الدراسيه لسه ما خلصتش وان هو عاوز يفضل في المدرسه علشان يساعد البنات في دراستهم. فكيتاي بيزعق له بيتهم ان هو مجرم وقاتل. فكين بيقول له انه مش هو اللي قتل سيون، وبنكتشف ان كين مش هو فعلا اللي قتلها، لان اليوم اللي كان خانقها فيه كان بيحميها من جيانج لانه بيحبها وكان بيحاول يخليها ما تعملش صوت عشان جيانج ما يمسكهاش. ولما والده ضربه في المخزن لقى سيون لسه عايشه، فسيون ساعتها وعدت كيتاي ان هي مش هتقول لحد
تتحدى اي حاجه، وبتترجى قطاي ان هي تمشي. فقطاي بيمسك شنطه وبيخنقها بيها لحد ما بتموت، وبيكون عمل كده عشان يضمن ان محدش هيكشف اسراره. وفي الوقت الحالي بيتعصب قطاي على ابنه كين وبيضربه، وفجاه بيسمع صوت جين في الدولاب فبيقرر يفتح الدولاب. بس في الوقت ده بتجيله مكالمه من رئيس الشرطه وبيبلغوا فيها ان نتيجه الانتخابات قربت تظهر، فبيضطر قطاي ان هو يمشي من البيت بسرعه. في الوقت ده كين بيتكلم مع جين وبيطلب منها ان هي تخرج من الدولاب، وبيوعدها ان هو مش هيأذيها. فجين بترفض ان هي تطلع، فكين بيجي يفتح الدولاب، فجين بتمسك بخاخة الوان وبترشها في وشه، فبتطلع تجري بره الاوضه. في ساعتها بتلاقي نفسها في قابو وبيكون الباب مقفول، فبتضطر انها تستخبى تحت ترابيزه. فكين بيجي وبيدور عليها لحد ما بيشوف رجلها تحت الترابيزه. فتشول ساعتها بيوصل وبيدور على جين في البيت، وفي القابو بيتعصب كين وبيكسر كل الكوبايات بسبب اللي جين عملته فيه. واول ما بيقرب من الترابيزه بتخاف جين وبتطلع تجري على امل انها تقدر تهرب، لكن بتدوس على ازاز الكوبايات وبتتعور في رجلها وبتقع. فتشول بيسمع صوتها فبيروح ناحيه القابو وبيحاول يكسر الباب، فكين بيستخبى بسرعه. في الوقت ده بيدخل تشول وبيلاقي جين واقع على الارض وفي ازاز في رقبتها وبتنزف دم كتير، فبيطلع الازاز وبيحط قماش على رقبتها علشان يوقف النزيف. وفجاه بيهجم كين عليه وبيطعنه بمقص في بطنه، فتشول بيتعصب وبيفضل يضربه علشان ينتقم منه. فكين ساعتها بيترجاه ان هو ما يقتلوش. فتشول ساعتها بيضطر ان هو يسيبه عشان يلحق جين وينقلها للمستشفى بسرعه لان هي نزفت دم كتير. ولكن كين بيمسك خشبه وبيضرب تشول على دماغه، فتشول في اللحظه دي بينفعل بيضربه لحد ما يقع على الارض وبيفقد الوعي. بعدها بياخد جين بسرعه وبيركب عربيته علشان يوديها المستشفى، وفي طريقه بيتحرك بالعربيه بسرعه وهو تعبان وبينزف دم كتير بسبب ان كين طعنه بالمقص. وفي نفس الوقت ده قطاي بينجح في الانتخابات وبيكون طبعا فرحان لانه حقق حلمه واخيرا بقى عمده القريه. واثناء تشول ما بيتحرك بالعربيه بتقوله جين ان قطاي هو اللي قتل سيون، فتشول بيتصدم من كلامها لانه بيكون فاكر ان كين هو اللي قتلها. ولما تشول بيوصل المستشفى بيشوف التلفزيون وبيشوف خبر نجاح قطاي في الانتخابات، فبيقرر يروح له علشان ينتقم منه على كل اللي عمله. وفعلا بيركب عربيته وبيروح يخبط عربيه قطاي، فبينزلوا السواق وبيحاول يهجم عليه، ولكن تشول بيمسك السواق وبيضربه ووقعه على الارض وبيروح لقطاي عشان يضربه هو كمان. فقطاي بيفضل يتشمه وبيتباهى بنفسه قدامه لان هو دلوقتي بقى عمده القريه وعنده سلطه ونفوذ. فتشول بيتعصب وبيكسر ازاز العربيه. في الوقت ده بتوصل عربيات الشرطه وبيتصل قطاي برئيس الشرطه وبيشكره لانه فاكر ان هو اللي بعتهم علشان يقبضوا على تشول، لكن بيتفاجئ ان الشرطه جايين يقبضوا عليه هو. وبيعرف ان الضابط سونج بلغ النيابه بكل حاجه وان هم اللي امروا بالقبض على قطاي وابنه. وتاني يوم بيروح تشول المستشفى علشان يطمن على جين. بعدها بيركب عربيته وبيخرج من القريه علشان يرجع يعيش في المدينه اللي اتولد فيها. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الملخص متنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. شكرا لكم. بيبدأ الفيلم في حلبة ملاكمة شوارع وبتكون على فلوس، وبنشوف ملاكم اسمه فورد وبيقاتل خصم ليه، وفورد بينتصر عليه بكل سهولة، وبيكون ده سادس انتصار على التوالي لفورد، وبيبان عليه انه مقاتل قوي. والحكم بيسأل الحضور بيقول لهم مين المقاتل السابع اللي عايز يتحدى فورد، وبيدخل من وسط الحضور ملاكم اسمه دالتون وبيكون عاوز يتحدى فورد، فبيخش الحلبة وبيقلع هدومه وبيبدأ يجهز. لكن فورد لما بيشوف دالتون بيخاف منه وبيرفض يقاتله لأنه بيكون عارفه كويس، وبيعلن انسحابه عن المباراة من قبل حتى ما يلعب. وبعد انسحاب فورد دالتون بياخد رهان الماتش وبيمشي دالتون من المكان، وبيجيله واحد بيقوله انا خسرت رهاني على مباراة بسببك، وبيطعن دالتون في بطنه بالسكينة. والغريب ان دالتون بيكون هادي جدا ومش بيعمل للراجل ده اي حاجة وبيسيبه يطعنه، والمجرم ده بيتفاجئ من ردة فعله وبيسيبه يجري، وبيتحرك دالتون لعربيته والسكينة في بطنه، فبيروح يطلع شاش وبلاستر من عربيته علشان يعالج الجرح. وبتجيله واحدة اسمها فرانكي، وفرانكي كانت في الحلبة وشافت فورد لما خاف من دالتون وهرب، وكانت معجبة بدالتون وبتقوله انت كسبت حتى من قبل ما تلعب، وخصمك خاف منك علشان عارف تاريخك. وفرانكي بتاخد بالها من السكينة اللي في بطنه، فبتقوله لو عايز مساعدة، فبيخليها تمسك الشاش وبيبدأ يعالج الجرح اللي عنده. وفرانكي بتعرفه انها فاتحة حانة قريبة من هنا في مدينة جلاسكي، بتقوله انها دايما بيجيلها زباين مش كويسين وبيفضلوا يعملوا لها مشاكل، وكمان بيكسروا لها في المكان، والشرطة مش بتقدم المساعدة خالص، والزبائن اللي كانوا عندي يخافوا من الناس دي وهربوا من المكان. وانا جيت الحلبة عشان كنت عايز فورد يحميلي الحانة، بس بعد ما شفت وهو بيهرب وكمان خايف منك قررت تكون انت الحارس الشخصي للحانة، وهدفعلك فلوس كويسة واكتر من اللي انت بتاخدها في الماتشات بتاعة الملاكمة، وانت شكلك محتاج فلوس عشان عربيتك باين عليها قديمة جدا، وكمان هوفر لك مكان تنام فيه. بس دالتون بيرفض العرض بتاعها وبيقول لها انه مرتاح كده،
بيقول لها ان انا رأيي تدي العرض ده لفورد، لكن فرانك بتكون مصممة على دالتون، فبتكتب له رقمها في ورقة وبتديهوله وبتقول له فكر وكلمني. ودالتون بينام في عربيته لان ما عندوش بيت ينام فيه، فبتجيله شرطية وتقول له ممنوع الوقفة هنا وبتطلب منه يتحرك. وبيفضل دالتون سايق بالليل وما عندوش مكان يروحه، وكان بيسمع ماتشات الملاكمة على الراديو، وبسبب حياته البائسة كان بيفكر في الانتحار. فبيقف بعربيته على شريط القطر، فالقطر بيقرب وكان على وشك يدوسه، بس دالتون بيرجع في كلامه في اخر لحظة فبيتحرك، بس القطر كان خبط عربيته من ورا. وبعد اللي حصل ده دالتون بيقرر يروح يشتغل في الحانة بتاعت فرانكي، فبيركب اتوبيس وبيروح على مدينة جلاسكي اللي فيها الحانة، وبيقف يدور على الحانة بتاعت فرانكي لانه ما كانش عارف اسمها. فبيقابل بنت صغيرة اسمها تشارلي شغالة في محل كتب، فلما تشارلي بتلاقي دالتون غريب عن المنطقة فبتروح له عشان تتعرف عليه وبتديله كتاب كهدية. ودالتون بيسألها عن مكان الحانة، ففي الوقت ده بيخرج ابو تشارلي وبيكون اسمه ستيفن، وبيسلم على دالتون وبيعرف دالتون بمكان الحانة بتاعت فرانكي. فدالتون بيشكرهم وبيمشي، وبيوصل الحانة وفرانكي بتتبسط لما بتشوفه. ودالتون بيتعرف على لورا وبيلي اللي شغالين في المكان. ودالتون لما بيشوف الحانة بيلاقيها مكان هادي جدا وجميل، بيستغرب ان في مشاكل وخناقات بتحصل هنا، بس مش بيعدي وقت طويل وبتبدأ الخناقات والمشاكل تبدأ تشتغل ما بين الزبائن السكرانين. بس العامل بتاع الطلبات اللي اسمه بيلي بيتدخل وبيهدي الموقف. ودانتون كان شايف الخناقات دي وشايفها حاجة بسيطة ملهاش لازمة يعني ان هو يقوم، لكن بعد شوية بيوصل شوية من سواقين الموتوسيكلات والقائد بتاعهم اسمه ديل بيدخل يعمل فوضى في المكان، وبيفضل يقلب الترابيزات وبيكون مش همه حد. وفرانك بتبص لدالتون ومستنياه يتصرف، وديل بيبقى بيغلس على واحدة في الحانة وبيلي بيتدخل وبيحاول يبعده عنها. فديل وعصابته بيلتفوا حوالين بيلي وبيقولوله انت هتتضرب حالا. وهنا دالتون بيقرر يتدخل وبيقول لبيلي امشي انت يا بيلي روح شوف الزباين. فديل بيقول لدالتون وانت مين انت تحب تتضرب مكانه؟ فدالتون بيقول له اتضرب، طب ما تيجي نتكلم بره كده ونشوف مين هيضرب التاني. فده اللي بيرفض بيقول له لا انا هضربك هنا جوه الحانه. فبيمسك عصايه البلياردو وبيكسرها. فدالتون بيسالهم ايه الموتوسيكلات اللي بره دي بتاعتكم؟ فرد عليه واحد من العصابه اسمه مو وقال له اه. فدالتون خرج من الحانه وبيروح ناحيه الموتوسيكلات، بس ديل ورجالته بيجوا وراه. فدالتون بيقول لهم ما تقلقوش انا مش هكسر موتوسيكلاتكم، انا كل اللي كنت عايزه ان اجيبكم هنا بره. فديل بيقول له احنا مش هنمشي من هنا غير لما نقتلك، وكل الناس بتخرج من الحانة علشان تتفرج. ودالتون بيقول لديل ملهاش لازمة تتضرب قدام عصابتك. فديل بيضحك وبيستهزأ بيه، وراح دالتون فجأة راح ضارب ديل ونزل ضرب في عصابته، وبيسدد لكمات قوية ليهم كلهم وبيجيبهم على طول أرض وبيكسر دراع واحد والتاني بيعمل له خلع في المفصل. وديل كل ما بيحاول يضربه بيلاقي نفسه هو اللي بيتضرب، ودالتون بيتغلب عليهم كلهم من غير ما يبذل أي مجهود. كلهم بيقعوا على الأرض حواليه، وبسبب إصاباتهم الخطيرة دالتون بياخد عربية فرانكي وبيوصلهم لأقرب مستشفى. وفي ممرضة اسمها إيلي بتشوف عصابة ديل وهما مصابين، وبتفهم إن دالتون هو اللي ضربهم، فبتخرج وراه وبتلحقه قبل ما يمشي. فبتقول له يا مش عارفة أشكرك علشان جبت مرضى للمستشفى ولا بلغ عنك. فدالتون بيقول لها الشرطة في المدينة دي مش بتهتم بالناس الغبية اللي زي دول. وإيلي بتاخد بالها إن دالتون بينزف من بطنه، فبتطلب منه إنه يدخل المستشفى علشان تعالج له الجرح. ودالتون بيوافق وبيدخل المستشفى. وإيلي بعد ما بتشوف الجرح بتقوله الجرح مش خطير بس لازم يتخيط، بس دالتون بيرفض ان الجرح يتخيط وبيقول لها ان الجرح ده غلطتي وان لازم يحس بألمه علشان بعد كده ياخد باله. وإيلي بتوافق وبتحط له بلاستر بس على الجرح وبتديله مضاد حيوي. دالتون بيشكرها وبيمشي، وبنشوف 3 أشخاص من عصابة ديل بيراقبوا دالتون. ودالتون بيرجع للحانة، وفرانكي بتشكره على اللي عمله وبتديله مرتب أسبوع مقدم. بتعرفه إنها عندها مرسى قريب هنا من الشاطئ، وبتعرض عليه ياخد قارب من القارب اللي هناك دي وينام فيه، بس بتقوله خلي بالك في تمساح خطير عايش هناك. ودالتون بيروح هناك عند القارب وبيكون مبسوط جدا، وبيحلم وهو نايم إنه في حلبة ملاكمة وبيقاتل على بطولة العالم. بس لورا اللي شغالة في الحانة بتيجي وبتصحيه من حلمه، فبتقوله أنا جبتلك فطار، وبتشكره على اللي عمله امبارح في العصابة، وبتقوله انها كانت على وشك تسيب الحانة بسبب العصابة دي، بس بعد اللي انت عملته شكل هرجع في كلامي وشكل الأحوال هتتحسن على ايدك. ودالتون بيبتسم وبيشكرها على الأكل. ودالتون بيخرج بعدها وكان رايح لتشارلي اللي اديته الكتاب. ودالتون بيستغرب لما بيعرف ان كل الناس في المنطقة بقت عارفاه وبتسلم عليه، وبيكونوا بيسلموا عليه بسبب اللي عمله امبارح في العصابة. ودالتون بيخش على تشارلي المحل وبيسلم عليها وبيطلب منها يستخدم الكمبيوتر اللي عندها، فشارلي بتوافق. فدالتون بيروح يقعد على الكمبيوتر، فتشارلي بتشوف واحد صاحب محل بيتخانق معاه حرامية، فتشارلي بتمسك عصاية البيسبول
وبتروح للاتنين الحرامية وبتقول لهم يمشوا من هنا حالا، ودالتون بيسمعها وهي بتزعق فبيخرج من المحل. والحرامية أول ما شافوا دالتون خافوا ومشوا، ودالتون بيستغرب من شجاعة تشارلي فبيسألها فين والدك، فهي بتقوله إن أبوها بيشتغل شغلانة تانية لأن بيع الكتب مش بيكسب فلوس، وبتعرفوا إن مامتها توفت السنة اللي فاتت. بعدها دالتون بيرجع للحانة، وساعتها كان عمال النظافة بينضفوا المكان، حتى عمال النظافة بقوا عارفين دالتون وبيسلموا عليه. فدالتون بيستغرب وبيسأل فرانكي هو ازاي كل الناس عارفة اسمي، فهي بتقوله معلش النميمة عالية أوي عندنا في المنطقة، وكل الناس عرفت انك ضربت ديل ورجالته. وبعدها بنروح لرجالة ديل، وساعتها كانوا رايحين كلهم يتجمعوا في اليخت، رايحين يتجمعوا عند الزعيم بتاعهم اللي اسمه برانك. وبرانت بيبقى عارف ان كلهم اتضربوا من دالتون، وبيعرف منهم ان ديل لسه في المستشفى علشان حصل له ارتجاج في المخ. وبرانت بيكون متضايق جدا لانه كان عايز الحانة بتاعت فرانكي متدمرة ومش عايز زباين يدخلوها. وبرانت بيقول لهم ازاي عيل واحد يضربكم كلكم، ومو بيقول له كان شخص غريب جدا وكان باين عليه شخص مسالم وهادي بس ضرباته كانت عنيفة وقوية. فبرانت بيتعصب منهم وبأمرهم يمشوا من عنده حالا. وبنرجع للحانة وفي خناقة تانية بتدور ما بين اتنين، فدالتون بيقول لبيلي خلي بالك لما تتدخل علشان اللي لابس احمر مخبي سكينة في لبسه، واول لما يطلع السكينة رجع لورا وضربه بسرعة في وشه. وبيلي بيكون مقلق شوية وبيخش يفض الخناقة، واللي لابس احمر فعلا بيطلع السكينة، فبيلي بينفذ اللي دالتون قالهوله، فبيتفاجئ فعلا انه قدر يوقعه. وقبل ما يرجع له تاني دالتون بيتدخل بيضربه وبياخد منه السكينة وبيقوله ممنوع الحاجات دي تدخل المكان. وبيلي اتحسن انه بقى قادر يتعامل مع الزبائن اللي بتعمل مشاكل، وده بفضل توجيهات دالتون. فبيروح دالتون لواحد شغال جنب الحانة وبيكون اسمه ريف، ودالتون بيعرف ان ريف كان ملاكم سابق، ودالتون بيطلب منه يجي يساعد بيلي في طرد الزباين، وريف بيوافق وبيساعد بيلي فعلا، وهما الاتنين بيقدروا يطردوا الناس اللي بتعمل مشاكل بكل سهولة. وبفضل دالتون وريف وبيلي الحانة اتحسنت ومبقاش بيحصل فيها مشاكل كتير. وفي يوم دالتون بيشوف ديل وعصابته واقفين بالموتوسيكلات وبيمشوا بعدها وشكلهم ناويين شر لدالتون. ودالتون بعدها بيحلم تاني انه في مباراة ملاكمة كبيرة، وبعد لما بيصحى بيروح يفطر في مكان، بالصدفة ممرضة إيلي بتكون موجودة فبتشوفه وتسلم عليه. ودالتون بيسألها عن طبيعة الناس اللي هنا في المدينة، فبيقولها انه حاسس انهم عدوانيين شوية، وإيلي بتقوله انها كانت لازم تحذره من الناس اللي هنا، انها اتربت وعاشت في المدينة دي وعارفاها كويس جدا، وان الناس لو عايزين هنا حاجة معينة بيعملوها بالإجرام، والشرطة نادرا لما بتظهر. فبتقوله انا بحذرك لو عملت مشكلة لحد لازم تخلي بالك من نفسك. هما الاتنين بيقعدوا يتكلموا ويهزروا وبينجذبوا لبعض. وبالليل دالتون بيكون بيتمشى ومروح، فجأة في شاحنة بتنطلق ناحيته بسرعة علشان تدوسه، بس دالتون بياخد باله على آخر لحظة والشاحنة بترجع له تاني تخبطه، ودالتون بينط في شنطة الشاحنة والشاحنة بتخبط في الجسر وبتكون على وشك انها تقع، وبيطلع اللي كان سايق الشاحنة هو ديل، بيهرب منها هو وصاحبته وبيسيب دالتون والشاحنة يقعوا في المية. بس لحزن الحظ دالتون بيقدر يعيش وبيروح للقارب، بس بيلاقي ديل موجود وبيرفع عليه السلاح، وديل بيقوله بما انك ممتش فانا هقتلك بالسلاح عشان اضمن انك ميت. ودالتون بكل هدوء بيقوله انا هسألك سؤال، انت ليه بتعمل كل ده معايا؟ ومرة واحدة دالتون بيشوط الترابيزة عليه وبيهاجمه وبيمسكه وبيرميه من القارب وبيرمي السلاح بتاعه في المية. وديل بيقوله ده تصرف غبي منك علشان انا هطلع لك دلوقتي واقتلك. لكن فجأة بيظهر التمساح اللي فرانكي قالت عليه، ودالتون حاول ينقذ ديل لكن التمساح بيقدر ياكل ديل وخلص عليه. وتاني يوم الصبح بتيجي الشرطة وبتدور على جثة ديل بس مش بيلاقوا اي اثر للجثة، وفي شخص غريب بيتكلم مع دالتون عن ديل وبيعرفوا ان ديل عضو في عصابة مخدرات. ودالتون بعد ما سمع الكلام ده بيروح لتشارلي وبيخليها تساعده وتعرف له فين الاماكن اللي بتنطلق منها القوارب في المدينة، لان دالتون كان بيحاول يعرف صفقات المخدرات بتتسلم منين. وهو خارج من عندها بيوقف شخص من رجالة براند فبيقوله تعالى معايا عشان الزعيم بتاعي عايزك، بس دالتون مش بيرضى يجي معاه. فالراجل بيوري دالتون ان معاه مسدس وبيهدده بيه، فدالتون بيقرب منه وبيكلمه بكل هدوء، فبيقوله المسدس ده مش هيخوفني، انا لو كسرت صوابعك مش هتعرف تمسكه. وهو بيطلع مسدسه فدالتون مسكه وكسر له صابعه، وبيقرب من دالتون واحد تاني من العصابة بس بيتراجع ومش بيرضى يشتبك مع دالتون. ودالتون بيقول لهم قولوا للزعيم بتاعكم لو عاوزني يجيلي لحد عندي في الحانة اللي انا شغال فيها. ودالتون بعدها بيروح يقابل فرانكي وبيسألها ليه ديل ورجالته كانوا بيجوا يكسروا في الحانة بتاعتك، وفرانكي بتقوله مش عارفة السبب بس هما مجرد عصابة وده اللي العصابات بيعملوه. والشخص اللي دالتون كسر صوابعه بيروح يحكي لبرانت عن اللي حصل، وبرانت بيتعصب جدا
لأنه بيكون عاوز يمشي فرانكي وياخد منها الحانة، لأنه بيكون عايز يفتح منتجع كبير. بس المشكلة إن فرانكي مش عايز يسيب الحانة بأي شكل. بعدها أبو برانت اللي اسمه جيرارد بيتصل بيه، وبرانت بيخاف وبيقلق لأنه المفروض أخد أوامر من والده إنه يتخلص من الحانة بتاعت فرانكي في أسرع وقت. وبسبب إن برانت مش عارف يتصرف، فجيرارد بيروح يتصل بمقاتل قوي اسمه نوكس وبيطلب منه المساعدة. وعلى الناحية التانية إيلي بتيجي لدالتون بالقارب وبتخليه يركب معاها، وبيوصلوا لشاطئ بعيد مفهوش حد، وبيقعدوا هما الاتنين سوا بيشربوا مشروب. وإيلي بتسأله عن الشخص اللي أكله التمساح، فهو بيحكي لها عن سبب خناقتهم، فبيقول لها إن ديلي ده شغال عند زعيم عصابة اسمه برانت، وإيلي بتكون عارفة برانت وسامعة عنه. فبتقوله قالت برانت دي تملك تقريبا نص مدينة جلاسكي. فدالتون بعدها بيقوم وبيقول لها احنا لازم نمشي. فإيلي بتستغرب وبتقوله ايه اللي حصل. دالتون بيقول لها انت كويسة جدا ومفروض تستاهلي حد أحسن مني. بس إيلي بترفض كلامه وبتعترف له انها معجبة بيه. في الوقت ده نوكس بيكون وصل مدينة جالاكسي وبيخش على رجالة برانت وبياكل اكلهم، ورجالة برانت بيكونوا مش عارفين من نوكس ده، ونوكس بيخش فيهم كلهم شمال. وبعدها بيوصل برانت وبيقابل نوكس بعد ما ضرب رجالته، فبيسأله انت مين؟ فنوكس بيقول له ابوك اللي بعتني وقال لي ابعت لك الرسالة دي، وهو عرفني انك مش عارف تسيطر في المدينة وان في حد واقف في طريقك، فابوك بعتني هنا علشان اتصرف. بس برانت بيقول انه مش عايز مساعدة من حد، وروح قول لابويا انا ورجالتي هنتصرف. بس نوكس مش بيهتم لكلامه وبيقول له فين الراجل اللي عامل لك مشاكل. فبرانت بيقول له ما ينفعش نروح نقتله قدام الناس، لازم لما نقتله تكون طريقة عقلانية. ونوكس بيضحك ويقول له ما تقلقش، مادام انا وكلت بالمهمة يبقى المهمة هتخلص، وهي مسألة وقت والراجل ده هيكون ميت. فبرانت بيقوله انه هيحاول مرة كمان يتخلص منه بطريقته، ولو فشلت فخش انت وتصرف. ودالتون وإيلي بيكونوا لسه راجعين للمدينة، وبيجي 2 ضباط لدالتون وبيطلبوا منه يجي معاهم عشان رئيس ضباط المدينة طالب يكلمه. ودالتون بيجي معاهم وإيلي بتبقى شافت ده. ورئيس الضباط اللي اسمه ديك بيقابل دالتون، بيقوله انا هعتبرك صديقي وهديك نصيحة. بيقوله انه ياخد بعضه ويمشي من المدينة. فدالتون بيقوله انه مش هياخد منه نصايح علشان هما مش اصدقاء. فديك بيقوله طيب بس انا ممكن استخدم اساليبي الخاصة وممكن ارميك في السجن لاي سبب. فدالتون بيستهزأ بكلامه وبيستفزه. فديك بعدها بيأمر الضباط يخرجوا دالتون من العربية وكمان يضربوه، وفعلا بيسمعوا كلامه وينزلوا في ضرب. وديك بيرفع سلاحه عليه وكان هيقتله، بس ساعتها بتوصل إيلي وديك بيتراجع عن اللي بيعمله، وإيلي بكل جراءة بتضربه بالقلم، وديك مش بيعملها أي حاجة. وإيلي بتاخد دالتون وبتمشي، وبيطلع إن ديك ده أصلا يبقى أبو بيلي. وبيلي بتقوله دالتون انها مش بتحبه اطلاقا، لدرجة انها غيرت اسمها. وبتقوله برانت اللي انت كلمتني عنه ابوه اسمه جيرارد، وده زعيم عصابة كبير، وان ابوها للاسف شغال معاه. وجيرارد ليه استثمارات كتير هنا في المدينة وبيتاجر في المخدرات. تقول ان شكل ابوها شغال عند ابنه كمان، فممكن برانت انه يكون امر ابوها انه يقتلك. تقوله لازم يمشي من المدينة، ودالتون بيكون محتار ومش عارف يعمل ايه. بعدها بنشوف 2 من رجالة برانت رايحين ناحية محل الكتب بتاع تشارلي، معاهم جيركن بنزين وبان انهم هيولعوا في المحل علشان يضايقوا دالتون. وتشارلي بنشوفها بكل شجاعة بتمسك المضرب علشان تدافع عن المحل. وبالليل ودالتون في الحانة بنشوف برانت بيجي نفسه لدالتون وبيقعد معاه، بيقوله بما انك مش بتمشي بالتهديد ولا حتى راضي تموت، فانا عايز اعرف شخص غريب زيك بيعمل ايه هنا. ودالتون بيبقى بارد ومش بيرد عليه. فبرانت بيوريله فيديو قديم لدالتون مباراة ملاكمة وكان ضد واحد صاحبه، وفي المباراة دي كان ساحب دالتون استسلم خلاص، بس دالتون فضل يضرب فيه لحد ما موته. ومن ساعتها دالتون مكتئب وهادي بالشكل ده. وبرانت بيفضل يستفز في دالتون وبيفكروا انه قتل صاحبه، بس دالتون بيفضل هادي ومش بيديله اهتمام. فبرانت بياخد بعضه وبيمشي وبيطلع لنوكس وبيديله الضوء الاخضر وبيقوله روح خلص على دالتون. وفعلا نوكس بيخش الحانة وبيكون معاه عصاية وبيبدأ يكسر في المكان وبيضايق الفرق اللي بتغني. ولما بيلي بيتدخل نوكس بيضربه وبيمسك ريف وبيقلبه، وفي 3 بيمسكوا نوكس وريف بينزل فيه ضرب، بس نوكس بيقدر يخلص عليه ويضرب ال3 اللي هما ماسكينه، والحانة بتتقلب فوضى حرفيا. ونوكس بيفضل ينادي على دالتون، ودالتون بيجيله وبيحاول يبقى هادي معاه، بس نوكس بيبقى فاهمه واداله بالدماغ وبدأ يضربه، لكن دالتون سدد له كذا ضربة قوية، فراح نوكس ضربه بالرجل وشاله ورماه. بس دالتون مش بيتهزم بسهولة وفضلوا يتبادلوا الضرب لحد واحد من رجالة برانت مسك دالتون وكتفه، ونوكس فضل يضرب في دالتون لحد ما في 2 من السكان دافعوا عن دالتون ومسكوا نوكس. ودالتون اتخلص من الراجل اللي مكتفه ورجع يكمل قتاله مع نوكس، بس نوكس مسكه وقطعه ضرب ورماه برا الحانة. ودالتون تقبل الهزيمة واخد بعضه ومشي. وإيلي بتبقى وصلت وبتحاول تساعده بس هو مش بيرد عليها وبيمشي. فبيرجع للمركب وبيمسح الدم اللي على وشه وبيجهز شنطته وكان ماشي، بس فرانكي بتجيله
وبتحاول تقنعه يفضل موجود، وبتصارحه بالحقيقة بأن برانت بيحاول ياخد منها الحانة، بس فرانك مش راضية. بتعرفوا إن برانت خد كل الأراضي والمحلات اللي في المنطقة ما عدا الحانة بتاعتها، وعايز يهد كل ده علشان يبني منتجع للأغنياء. فبتتأسف لدالتون وقالت له إن المفروض كانت تقوله من أول إن اللي بيضايقها دول عصابة خطيرة. فدالتون مش بيهتم لكلامها وكان ماشي. ففرانك بتقوله معقولة انت خايف منهم؟ فدالتون بيقولها انا خايف، وبيسيبها وبيمشي. وبيوصل عند موقف الاتوبيسات، بس بيشوف محل الكتب بتاع تشارلي بعد ما حرقته العصابة. فبيقلق وبيسأل عليهم، فبيعرف ان تشارلي وابوها انتقلوا للمستشفى. فدالتون بيفضل يفكر يمشي ولا ينتقم من عصابة برانت، وبيقرر في الاخر يروح لعصابة برانت. وبيلاقي الشخص اللي ولع في محل تشارلي اللي اسمه فينيس. ودالتون بيقوله انا كنت ماشي خلاص، بس بعد اللي انتوا عملتولي البنت الصغيرة انا قررت اقعد. وبيفضل يقرب من فينيس، وفينيس بيجهز سكينة علشان يقتله بيها وبيهاجمه، بس دالتون اتفاداه وضربه في رقبته. وفينيس مش بيقدر يتنفس بسبب الضربة وبيموت. دالتون بيقول فرانك لما سألتني انت خايف قلت لها ايوه، انا خايف، والحقيقة انا خايف، بس خايف من اللي يحصل لما حد يعصبني. دالتون بعدها بيخرج وبيشوف مو اللي كسر دراعه قبل كده. ودالتون لما بيسأله فين برانت فبيخاف منه وبيقوله مش عارف، ولكنه عارف حاجة تانية، انه هرب مخدرات الساعة 5 الصبح على الشاطئ. ودالتون بعد ما خد منه المعلومات دي بيروح ينام شوية، وبيحلم بماتش الملاكمة اللي قتل فيه صاحبه. وبيطلع ان ده نفس الماتش اللي كان بيحلم بيه في المرات السابقة، ودي بتكون ذكرى سيئة مش قادر ينساها. وبيصحى الساعة 5 سلل للشاطئ وبيشوف صفقة المخدرات. كان في ضابط هو اللي بيبعت الفلوس لتجار المخدرات بالقارب، بس دالتون ظهر من وراه وضرب على دماغه وأفقده الوعي، وشاف شنطة الفلوس وأخدها معاه. وبيرجع بعدها المركب وبيجهز متفجرات، بس ديك بيدخل عليه وبيقوله انه مش جاي يقبض عليه، بس برانت سرق إلي بسبب انك خطفت فلوسه، وقاله انه هيقتلها بكرة لو انت مرجعتش الفلوس، وانا بطلب منك تساعدني عشان نرجع بنتي. ودالتون بيوافق يساعده، فبيقوله انه هيطلع فلوس من المكان اللي هو مخبيها فيه وهيجي يقابله هو وبرانت. وبعد شوية دالتون بيركب القارب وبيروح يقابل برانت وديك، وبرانت بيقوله دالتون فين فلوسي؟ فدالتون بيقعد يقول لهم انا مش شايف إلي ومش مقتنع ان هي اتخطفت اصلا، وده مش منظر واحد بنته لسه مخطوفة. فديك بيقول له هو انت فعلا صدقت ان برانت يخطف بنتي؟ ده احنا شركاء. فبرانت بيقول له بصراحة انا خطفتها فعلا عشان كان لازم اضمن انك مش هتخوني. فديك بيتعصب عليه، فبرانت بيقول له لما اخد فلوسي هرجع لك بنتك. فدالتون بيتريق عليهم وبيقول لهم اسيبكم انا بقى تخلصوا خناقتكم دي. فبرانت بيوقفه بيقول له يا ابني انت عملت لي مشاكل كتير. وهما بيتكلموا نوكس بيكون جاي عليهم بالقارب، وبرانت اصلا ما كانش بيطيقه، وبيقول لرجالته بلاش المعتوه ده يدخل اليخت بتاعي. بعدها دالتون بيطلع مفتاح من جيبه وبيفعل المتفجرات اللي حاططها، وبيحصل انفجار كبير. وبيروح دالتون يدور على ايلي ويضرب رجاله برانت اللي بيقفوا قصاده، وبيقعد يدور عليها لحد ما بيلاقيها، وبيطلعوا هما الاتنين على سطح الميه. ودالتون بيشتبك مع رجالة برانت، وبرانت بيخطف ايلي تاني وبياخدها على قارب وبيهرب. ونوكس بيبقى راكب القارب وبيحاول يقتل دالتون، بس دالتون بيقدر يمسك في القارب وبيطلع عليه. ونوكس كان هيهجم عليه بس دالتون بيقدر يوقعه في المية، لكن نوكس بيبقى ماسك في الحبل بتاع القارب. ودالتون بيطارد برانت، وبرانت بيشوفه وبيلف بالمركب بتاعه ناحيته، والاتنين بيصطدموا ببعض. ودالتون بيطير في الهواء وبيقع في المركب بتاعت برانت. وايلي حاولت تضرب برانت كان هيضربها بس دالتون بيمنعه وبيضربه. المركب كانت ماشية بسرعة ناحية الشاطئ، فدالتون وايلي بينطوا بسرعة، والمركب فعلا بتخبط في كفاء على الشاطئ، وبرانت بيطير في الهواء، بينما نوكس بيطلع على الطريق وبيثبت واحد وبياخد عربيته. وعلى الناحية التانية دالتون بيروح لبرانت في الحانة ويضربه بكل غل. وبرانت ما كانش مصدق ان مشروعه باظ بسبب حتة راجل كان جاي كحارس للحانة. ومفيش ثواني ونوكس بيقتحم المكان بالعربية، وهو ودالتون بيبدأوا مواجهتهم الأخيرة. وفي البداية نوكس كان مسيطر على القتال ونازل ضرب في دالتون بكل قوته، بس دالتون مش بيستسلم بسهولة وبيبدأ يسد لنوكس ضربات قوية، بس نوكس بيرجع تاني يسيطر القتال وبيضربه وبيقلبه على الأرض، واداله ضربة برجله وطياره وبيرميه على الآلات الموسيقية وبيكمل ضرب فيه. القتال ما بينهم كان قوي جدا، وهدوء دالتون هو اللي بيخليه يرجع يسيطر تاني على القتال، وبيستنى اللحظة المناسبة وبيبدأ يضرب نوكس وبيشيله وينزل بيه على الأرض. بعدها بيمسكه ويخنقه من رقبته، ونوكس بيحاول يتخلص من مسكته وفعلا بيقدر يفلت منه، ومسك رمح صغير وطعنه بيه في مكان جرحه القديم. ودالتون بيفضل يتألم على الأرض وكان خلاص اتهزم. وبرانت بيفوق وبيقول لنوكس يلا اقتله وخلص عليه، بس نوكس بيمسك برانت وبيكسر رقبته علشان اتخنق منه. كان رايح يقتل دالتون بس دالتون بيوقفه على آخر لحظة وبيسحب الرمح اللي في بطنه وبيطعن بيه نوكس في رجله،
وبياخد الرمح من ايده وبيطعنه في رقبته وبيسحب الرمحين وبيفضل يطعنه بيهم في كل حتة لحد ما نوكس بيموت نهائيا، وعيله بتوصل وبتشوف دالتون وهو مصاب، وديك بيجي وبيطلع انه عايش وبيقوله دالتون انت لازم تمشي من هنا، البلد دي مش شبهك في اي حاجة. ودالتون فعلا بيمشي، وبتيجي فرانكي بعدين وبتعاين الأضرار في الحانة، ودالتون بيروح يستنى الأتوبيس عشان يمشي. تشارلي بتظهر وبتحاول تقنعه يفضل موجود، لكن دالتون بيقولها ان الأحسن ليه ان هو يمشي. وبنشوف ان شنطة الفلوس اللي دالتون خدها من الضابط راح سابها في محل تشارلي، وستيفن بيتفاجئ لما بيشوف الفلوس وبيفهم ان دالتون هو اللي سابها. واخر مشهد بنشوفه في الفيلم ان نوكس طلع عايش وخرج من المستشفى. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيلم، نتقابل في الفيلم الجاي، شكرا ليك يا صديقي. بيبدأ الفيلم مع محقق شرطة اسمه كو وهو سايق عربيته، وبتكون والدته توفت النهاردة ومقدرش يحضر العزاء لأنه عنده مشكلة في الشغل ولازم يروح مركز الشرطة في أسرع وقت ممكن. فبتتصل بيه أخته وبتلومه لأنه ازاي سايبهم في وقت زي ده، وبتأمره يرجع على العزاء فورا. فبيعتذر لها كو جدا وبيقولها انه لازم يخلص المشكلة اللي في الشغل وهيرجع على طول، وبسبب انه مش مركز في الطريق بيخبط راجل بدون قصد وللأسف بيلاقيه مات، وبتصدم ومش بيكون عارف هيتصرف ازاي. وساعتها بتجيله فكرة انه يتخلص من الشخص ده علشان ما يتورطش في مشكلة، وخصوصا انه شارب خمرة ولو الشرطة عرفت يحبسوه. فبيحط الراجل في شنطة عربيته وبيتحرك بالعربية، وفجأة وهو ماشي بيلاقي لجنة قدامه وبيكونوا عاوزين يفتشوا العربية. فبيقول لهم كونه انه شغال محقق وما ينفعش يفتشوا عربيته، وبيلاحظوا وقتها ان ازاز العربية مكسور فبيشكوا فيه وبيصمموا يفتشوا العربية. فبيتعصب كو وبيهجم عليهم وبيضربهم، ولحسن حظه بيقدر واحد من الضباط يتأكد من هويته وبيعرف انه محقق شرطة فعلا، وبيقرروا ما يفتشوش عربيته وبيسيبوه يمشي. وهو في طريقه بتتصل بيه اخته مرة تانية وبرضه بتأمره يجي حالا عشان يودع والدته قبل ما يدفنوها. فبيضطروا انه يوافق وبيروحوا المستشفى، وهناك بيكون متوتر جدا وبيفكر ازاي يتخلص من الراجل اللي خبطه بالعربية. فبتجيله فكرة انه يفتح ممر التهوية اللي موجود في المستشفى من بره، وده عشان ينزل الراجل فيها ويوصله لغرفة والدته. وهناك بيفتح تابوت والدته وبيحط جنبها الراجل وبيقفله كويس جدا علشان محدش يفتحه تاني، وبعدها بيدفنوا التابوت ومحدش بيكتشف اللي هو عمله. وبعد فترة بيرجع كل شغله في مركز الشرطة وبيكون خلاص نسي موضوع الراجل لحد ما بيتم تكليفه بقضية اختفاء مجرم اسمه لي. ولما بيشوف صورته بيتفاجئ انه نفس الراجل اللي خبطه بالعربية قبل كده، فبيتوتر وبيخاف جدا لا يتكشف. وبعدها بيمشي مع اصحابه الضباط ويفضل طول الطريق وقتها ساكت وبيحاول يطمن نفسه انه مستحيل يتكشف ان المجرم اللي بيدور عليه ده مدفون اساسا. وبيعدي الوقت وبيوصل كول مكان معين وبيكتشف ان ده نفس مكان الحادثة اللي هو عملها، وبيتكلم مع ضابط هناك وبيسأله انت بتعمل ايه هنا. فالضابط بيقوله انه بيحقق في قضية قتل غير متعمد، وان غالبا في شخص مات هنا بسبب حادثة عربية لكنهم للأسف لسه معرفوش مين اللي خبطه. فبيتصدم كو وبيحس ان المشكلة بدأت تكبر وبالتالي ممكن يتكشف. وبيتفاجئ كمان ان في كاميرا مراقبة في المكان صورت الحادثة، فبيروح للمكتب اللي بيراجعوا فيه كاميرات المراقبة، وكل ده علشان يعرف اذا كان ظاهر ولا لأ. ولحسن حظه بيلاقي ان رقم عربيته ما ظهرش في التسجيل، وده بسبب انه خبط المجرم بالليل. ولما بيروح الشغل تاني يوم بيجيله مكالمة من شخص مجهول، فبيرد عليه وبيسأله انت مين. والصدمة بقى ان الشخص ده بيجاوب وبيعرفه انه اكتشف كل حاجة، وانه لو مقالوش دلوقتي مكان المجرم فين هيورطه في مشكلة كبيرة قوي. وساعتها بيتصدم كو وما بيكونش مستوعب اللي بيحصل، وعلشان كده بيتظاهر قدام زمايله انه كان بلاغ كاذب وبيقفل السكة. وتاني يوم بيرجع كول مكتبه والتليفون بيفضل يرن، فبيعرف ان ده اكيد نفس الشخص اللي بيكلمه، وبيكون خايف ان اي حد من زمايله يستقبل المكالمة. فبيتجاهل كل مكالماته وبيسيب السماعة مرفوعة. وفجأة بيدخل شخص المكتب وبيروح ناحية كو وبيهجم عليه وبيضربه، وبيكون كو وقتها مش قادر يدافع عن نفسه لأنه بيكون متأكد إن الشخص ده هو نفس الشخص اللي كان بيكلمه. وبعدها بيجوا زمايله علشان يبعدوهم عن بعض، وبيمثل الشخص ده إنه مكانش يقصد اللي حصل، بيقولوا إنه افتكر كو ده حد تاني علشان كده ضربه. وبيبدأ يقدم نفسه وبيكذب عليهم وبيقول لهم إنه الملازم بارك. وبعدها بيشاور لكو علشان يتكلم معاه، فبيروح كو وراه وبيكون عايز يعرف هو بيطارده ليه. فبيبدأ يسأله بارك عن مكان المجرم وبيقوله وصلني ليه بدون أي أسئلة، وبيهدده إنه لو ما عملش كده هيقدر ينهي مستقبله وكمان هيورطه في مشاكل كبيرة قوي. فبيتعصب كو وبيبدأ يهجم عليه،
فبتحصل ما بينهم معركة هما الاتنين، ولأن بارك بيكون أقوى منه بكتير فبيضطر كو في النهاية إنه يسمع كلامه، وبيوعده إنه هيجيبله المجرم لحد عنده. ومن هنا بيبدأ كو يحس بالفضول، وبيكون عايز يعرف ايه العلاقة ما بين بارك والشخص اللي مات. فبيروح للمكان اللي دفنوا فيه وبيخرجوا عشان يفحصوا، وساعتها بيتفاجئ ان الشخص ده كان مضروب بالنار قبلها. فبيبدأ يفهم انه كده كده كان ميت اصلا، فبالتالي خبطة العربية بتاعته مش هي اللي انهت حياته. فبيبدأ يفتش في هدومه وبيكون عايز يوصل لأي حاجة لحد ما بيلاقي التليفون بتاعه موجود، وبياخد التليفون وبيمشي من المكان بسرعة. فبيشحن التليفون علشان يدور فيه ويحاول يوصل لأي حاجة، وبالفعل بتمشي الأمور زي ما هو متوقع بالظبط. وبيتفاجئ بعدها إن في حد بيرن على التليفون، فبيرد كو وبيفضل ساكت علشان يسمع كل اللي هيتقال. وبيكتشف إن الشخص اللي بيتصل ده هو الشخص الشريك المجرم، فبيستخدم قوة علاقاته وبيقدر يحدد مكان الشخص ده، وعلى طول بيستخدم عربيته علشان يوصل لمكان الشخص ده. وبالفعل بيروح لكو وبيقبض عليه بشكل غير رسمي، وبياخده معاه لسطح مبنى كبير علشان يخليه يعترف بكل حاجة. فبيبدأ يسأله بخصوص الشخص اللي مات، وبنبدأ نعرف إن الشخص المدفون ده كان شغال مع بارك في تجارة المخدرات لحد ما طمع في الثروة اللي هو عاملها. سرق من بارك مفتاح الخزنة بتاعته، علشان كده بارك بيحاول يوصل لمكان جثته علشان عايز ياخد منه المفتاح. فبيمشي كو بعدها وبيكون فهم القصة كاملة، وبيرجع لمكان المجرم علشان يدور على المفتاح بنفسه. وللأسف في الوقت ده بيحصل شيء ما كانش متوقعه أبدا، وبيتفاجئ إن زميله في قسم الشرطة جاي وراه، وبيكون مراقبه أصلا من فترة طويلة. السبب في كده إنه اكتشف حقيقة حادثة العربية، عرف إن هو اللي خبط الشخص اللي على الطريق وأخفى جثته. فبيقبض عليه زميله وبيقعدوا هما الاتنين في العربية. فزميله بيتكلم معاه بشكل غير رسمي وعايز يعرف هو ليه عمل كده. فبيتكلم كو معاه بصراحة وبيشرح له الموضوع من البداية، وبيعرفوا انه متورط دلوقتي في مشكلة كبيرة قوي. ولحسن الحظ زميله بيصدقه وكمان بيقرر يساعده علشان يخلصوا مع بعض من بارك وترجع الامور لطبيعتها. وفي الوقت ده بيتفاجئ كو ان بارك بيتصل بيه، فبينزل من العربية علشان يرد عليه. بيستغرب جدا وهو بيقوله ابعد عن العربية، فبيسمع كو كلامه وبيبعد عنها. وفجأة بيلاقي كونتينر ضخم بيقع على العربية وبيخلص على حياة زميله. وبيطلع ان بارك هو اللي عمل كده علشان يفتكر ان كو اتقبض عليه، وهو اصلا مش عايز ده يحصل لانه عايز كو يوصله لمكان المجرم. فبيفهم كو ان بارك ده شخص خطير ومش سهل، وبيبدأ يفكر في خطة علشان يتخلص منه. فبيعرفوا انه هيسلم المجرم ده زي ما هو عايز. وبعدها بيروح مركز الشرطة وبياخد من هناك سلاح، وبياخد قنبلة من غير ما حد ياخد باله. ولما بيوصل لمكان بارك علشان يسلمه المجرم، بنكتشف انه زرع القنبلة دي في جسم المجرم. بيظبط التايمر عشان تنفجر بعد دقيقتين بالظبط. ولحسن الحظ بارك بيكون مش شاكك في اي حاجة خالص، وبياخد المجرم بعربيته وبيتحرك من المكان. ولما بيعدي دقيقتين بالظبط بتنفجر العربية بيه وبتقع في البحر. فبيروح كو وقتها علشان يبص عليه، ويكون عايز يتأكد انه خلاص كده قدر يتخلص منه، وبيكون مبسوط علشان اخيرا خلص من المشكلة دي. ولما بيرجع البيت بيتفاجئ ان بارك لسه عايش وجاي كمان عنده، فبيهجم عليه وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض. فبيحاول كو انه يوصل للسلاح بتاعه علشان يخلص عليه، بس بارك بيكون اقوى منه بكتير وبيمنعه لحد ما بيقربوا هما الاتنين لمكان السلاح. وساعتها بتخرج رصاصة بالغلط وبتيجي في بارك وبيموت. فبيروح كو لمركز الشرطة وبيقرر يعترف لمديره عن كل حاجة هو عملها، لكنه بيتفاجئ ان مديره مش هيسجنه لان بارك ده مجرم خطير كان بيتاجر في المخدرات ويستحق الموت. وبيعرفوا كمان انه مش هيقول لحد على اللي حصل. وبيقرر كو وقتها انه يقدم استقالته علشان ينسى اللي حصل ويبعد عن حياة الشرطة والمجرمين. وبعد فترة بيروح لمكان غريب وبيكون معاه مفتاح الخزنة اللي بارك كان عايز ياخده من المجرم. وبيفتح كل خزنة وبيلاقي فيها فلوس كتير جدا، فبيقرر ياخدها علشان يروق على حاله ويبقى مليونير. وهنا بيخلص الفيلم. نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا ليك يا صديقي. بيبدأ الفيلم ببنت جميلة اسمها سيون، وهي ماشية في الشارع وبتعيط، وفجأة بتقف قدامها عربية شخص مجهول وبتركب معاه. وبنروح بعدها لمدرب ملاكمة اسمه تشول، وبيكون رايح يتكلم مع هيئة التحكيم وبيتهمهم ان هم اخدوا رشوة علشان يخسروا الملاكمين بتوعه. فبيتعصب عليه نائب مدير هيئة التحكيم وبيقول له ان هو شخص فاشل وبيحاول ان هو يضربه، لكن تشول بيدافع عن نفسه وبيضربه في بطنه. فبيقع النائب على الارض وبيقرر يعاقبه وبيرفضه.
وبيركب تشول عربيته وبيتحرك ناحية قرية فقيرة علشان يشتغل هناك مدرس في مدرسة بنات. فبتتصل بيه أخته بتلومه على اللي هو عمله مع نائب هيئة التحكيم، وبتطلب منه ما يعملش مشاكل في شغله الجديد. فبيطمنها تشول وبيعرفها إن هو رايح القرية. فلما بيوصل على حدود القرية العربية بتتعطل بيه، فتشول بيتصل بونش علشان يجي يشد العربية. وبالصدفة بيشوف ورق إعلان عن بنت اسمها سيون مختفية بقالها فترة، ودي بتكون نفس البنت اللي شفناها في الأول. وأول ما بيوصل الونش بيركب تشول العربية وبيدخل المدينة، وهناك بيشوف بنت اسمها جين. وجين بتتخانق مع مجموعة بنات وبتزعق لهم علشان قطعوا الإعلانات اللي هي نشرتها عن اختفاء صاحبتها سيون. فتشول بيحاول يهديها وبيقول للبنات ما تعملش مشاكل. وساعتها بيجي ظابط اسمه سونج وبيتكلم مع تشول وبيرحب بيه في المدينة، وبيفكروا إن هو كان بيتدرب عنده ملاكمة في النادي. وقتها جين بتروح لبيت جدة صاحبتها سيون علشان تطمن عليها وتديلها العلاج بتاعها. وبنعرف إن سيون كانت عايشة مع جدتها قبل ما تختفي، لأن والدها ووالدتها اتوفوا في حادثة عربية. فالجدة بتقولها إن هي قلقانة جدا على سيون لأن هي بقالها شهر مختفية ومحدش يعرف عنها حاجة. فبتحاول جين إن هي تطمنها وبتقولها إن هي عملت بلاغ في الشرطة عن اختفائها، وبتطمنها إن أكيد الشرطة هيلاقوها في أقرب وقت. بعدها بتدخل أوضة سيون وبتشوف اللوحة اللي رسمتها، وبتكون رسمة فراشات لأن هي بتحبهم جدا. وبتفتكر ذكرياتها معاها لما كانوا بيتكلموا سوا، وبيكونوا هما الاتنين لابسين اسورة فيها فراشة. بعد شوية بتشوف جين ميدالية مكتوب عليها جينوس، فبتخمن إن ده المكان اللي كانت صاحبتها بتشتغل فيه. فبتقرر إن هي تروح المكان ده علشان تدور عليها هناك. فبتخرج من بيت جدة سيون عشان تروح بيتها، وفي طريقها بيكون في شخص مجهول مراقبها وماشي وراها، وبيكون باين إن هو بيخطط يخطفها هي كمان. لكن لحسن حظها بيجي الباص وبتركب جين بسرعة. وتاني يوم تشول بيروح المدرسة اللي هيشتغل فيها، وبيعرفوا المدير إن هو هيشتغل مدرس رياضة، وهيكون هو مسؤول عن جمع المصاريف من الطلبة المتأخرين عن دفع الرسوم. وبعد ما بيخلص كلامه بيوديه لأوضة المدرسين وبيعرفوا عليهم، وبيقولوا إن هو ساب له قائمة على مكتبه فيها كل أسماء الطلبة اللي ما دفعوش المصروفات. فبيروح تشول صالة الأكل عشان يدور على الطلبة اللي ما دفعوش المصاريف. وساعتها بيقابل كيتاي صاحب المدرسة وبيرحب بيه، وبنعرف إن كيتاي شخص غني جدا ومترشح إن هو يبقى عمدة القرية. وقتها بيبص تشول على قائمة الطلبة وبيلاقي إن جين من ضمن الطلبة اللي ما دفعوش المصاريف. فبيروح يتكلم معاها وبيطلب منها تدفع المصاريف، وبيسألها لو تعرف سون لأن هي ما دفعتش المصاريف، وإنه دور على سون وما لقاهاش. فجين بتقوله إن هي تدفع المصاريف الشهر الجاي، وبتعرفه إن سون تبقى صاحبتها المقربة وإنها مختفية من شهر ومحدش يعرف عنها أي حاجة. فبتسيبه جين وبتمشي. فبيدخل تشول الحمام وبيشوف جين وهي بتنط من على سور المدرسة. فبيروح وراها وبيلاقيها داخلة بار اسمه جينوس. فبيجوا حراس الأمن ويتكلموا معاها وبيأمروها إن هي تخرج. ولما بيجي تشول جين بتطلع الدور الأول عشان تدور على صاحبتها، ولكن حارس الأمن بيمسكها وبيجي تشول ياخدها. فبيعتذر للحارس وبيخرج من المكان. فجين بتوري صورة سيون لبنت شغالة في البار وبتسألها لو كانت تعرفها. فالبنت بترتبك وبتقولها إن هي ما تعرفهاش، وإن في واحدة اسمها إيسول هي مسؤولة عن البنات اللي شغالين في البار، تعرف عنهم كل حاجة. وبيبان عليها إن هي كذابة وخايفة تقول لهم إن هي تعرف سيون. وبالليل بتتكلم جين مع تشول وبتعرفوا إن هي عملت بلاغ في الشرطة عن اختفاء صاحبتها سيون، واكتشفت إن محدش بيدور عليها ومحدش مهتم بالبلاغ. فتشول بيحاول يطمنها وبيقول لها إن هو يتصل بالظابط سونج اللي قبله لما جه القرية ويخليه يتابع البلاغ بنفسه، وبيقول لها على عنوان بيتها علشان يوصلها. فجين بتفتكر إن تشول مش مهتم بالموضوع هو كمان، وبتسيبه وبتخرج من العربية. وهي ماشية بتلاقي عربية ماشية وراها، فبيخرج من العربية شخص مجهول وبيحاول يخطفها. فبيجري وراها لحد ما بيوصل لها وبيكهربها بصاعق وبتفقد الوعي. فتشول بيكتشف ان هي نسيت الموبايل بتاعها في العربيه، فبيروح يدور عليه عشان يديها الموبايل بتاعها. فجاه بيشوف الشخص المجهول فبيتحرك بالعربيه بسرعه عليه. فبيحاول الشخص المجهول ان هو يهرب بالعربيه، فبيضطر تشول يسيبه عشان يطمن على جين. فبيلاقيها فاقده الوعي. فساعتها بينقلها للمستشفى وبيجي 2 محققين من الشرطه علشان يستجوبوها، وبيقولوا لها ان هم هيدوروا على المجرم وهيقبضوا عليه في اسرع وقت. فجين بتقول لهم ان ممكن يكون الشخص ده هو اللي خطف صاحبتها سيون. فالمحققين بيتجاهلوا كلام جين وبيحسوا ان هم كده مش مهتمين، فبيسيبوها وبيمشوا. فتشول بيخرج ويتكلم مع ضابط سونج وبيقولوا ليه محدش من الشرطه مهتم باختفاء سيون. فسونج بيقولوا ان الشرطه مشغوله بانتخابات عمده القريه، وكمان في بنات كتير في القريه هربوا من اهاليهم، والشرطه شايفه ان سيون هربت هي كمان من اهلها. فبيتضايق تشول جدا وبيحس ان في حاجه غريبه جدا بتحصل في القريه دي. وتاني يوم تشول بيروح لجده سيون وبيوعدها ان هو
يدور على سيون بنفسه ويرجعها البيت. وبعدها بيروح يقابل الضابط سونج وبيديله بلاغ كتبه بنفسه عن اختفاء سيون، وبيطلب منه يرفع البلاغ ده للنيابة علشان يدوروا على سيون بدل الشرطة، لأن الشرطة مش مهتمة نهائي بالموضوع. ولما بيروح المدرسة بيشوف دخان سجاير من حمام البنات، فبيدخل الحمام وبيخلي البنات يخرجوا، فبيقول البنات ريحة السجاير دي جت منين، فالبنات بتكذب بتقول إن هما مش معاهم سجاير أصلا. فتشول بيدخل يدور بنفسه في الحمام وبيتفاجئ ان في كاميرا صغيره في الحمام، فبيدور في سجل الكاميرا دي وبيكتشف ان كين مدرس الرسم هو اللي حاطط الكاميرا علشان يصور البنات وهم في الحمام. وساعتها بيروح يفتح اللابتوب بتاعه وبيلاقيه مسجل فيديوهات كتير لبنات كتير في الحمام. ولما بيفتح الرسائل بيلاقي رساله من جين بتقوله ان هي مستنياه قدام المدرسه علشان يساعدها في البحث عن صاحبتها سيون. وكمان بيلاقي رساله لصاحبتها سيون يوم اختفائها وبتكون كاتباله فيها ان هي عايزه يجي يوصلها بالعربيه. فبيخمن تشول اللي كين مدرس رسم هو اللي سبب في اختفاء سيون، وفي نفس الوقت ده جين بتركب العربية مع كين. فتشول بيتصل بيها وبيسألها هي فين، فبترفض تقوله على مكانها. فبينصحها تشول ان هي ما تقابلش كين، وبيقول لها ان هو شاف الرسائل بتاعته، وبيقول لها ان كين كان على تواصل مع صاحبتها سيون قبل اختفائها، وممكن يكون هو اللي ورا خطفها. واثناء كلامه جين بتشوف ميدالية فيها فراشة في مفاتيح العربية بتاع كين، فبتحس ساعتها ان كلام تشول صح، فبتحاول تلمح له ان هي في عربية كين من غير ما كين يفهم. فبيطلب منها تشول ان هي تبعت اللوكيشن في رساله وهو هيجي لها ينقذها، ولكن وقتها كين بيقف بالعربيه عشان اشاره المرور. فبتحاول جين تفتح باب العربيه بهدوء عشان تهرب، ولكن كين بيربط لها حزام الامان. فجين بتبعت رساله لتشول بتعرفه ان كين واخدها لشقته. فبتسال كين مين اللي اداله الميداليه اللي عليها فراشه دي، لانها عارفه ان صاحبتها سيون بتحب الفراشات. فبيقول لها ان سيون اديتها له هديه، فبتساله هو تواصل مع سيون يوم اختفائها ولا لا. فكين بيتعصب عليها وبيضربها على دماغها وبتفقد الوعي، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في بيته وبيكون رابطها علشان ما تهربش. وبالصدفة بتشوف موبايل صاحبتها سيون في الدرج بتاعه، فبتتأكد ساعتها ان هو السبب في اختفاء صاحبتها. فبيقول لها كين ان هو ما عملش حاجة لسيون وما عرفش هي فين. واثناء كلامه بيوصل تشول للبيت، فبيتصدم كين وبيشيل لوحة كبيرة عشان يخبي جين في أوضة سرية، ولكن تشول بيقدر يكسر الباب وبيدخل يضربه. وبيسأله عمل ايه في سيون وليه موبايلها معاه. فبيحكي له كين ان سيون بعتت له رسالة يوم اختفائها وطلبت منه ان هو يوصلها. فركبت معاه وكان باين عليها انها حزينة وخايفة من حاجة. وفي طريقهم عدى على بنزينة وطلبت منه يقف بالعربية، فنزلت تتكلم في التليفون. وبعد ما خلصت مكالمتها قالت له ان في حد هيجي يوصلها البيت، وطلبت منه يمشي. وفعلا مشي وكان قلقان عليها وحس بالذنب لان هو سابها لوحدها في الشارع بالليل. فاضطر يرجع للبنزينة تاني ولكنه ملقاهاش. وساعتها شاف مخزن مهجور جنب البنزينة فدخل عنده علشان يدور عليها، لكن للاسف ملقاهاش ولقى التليفون بتاعها واقع على الارض. فلما بيخلص كلامه تشول بيقول ان هو مش مصدقه، ولو كلامه ده حقيقي ليه ما بلغش الشرطة وحكى لهم على اللي حصل. فكين بيقولوا ان هو خاف من الشرطة لانه كان اخر واحد معاها واكيد الشرطة هتشك فيه وتقبض عليه. وفجأة بيسمع الصوت ضباط شرطة قدام البيت، فجين بتعرفه ان هي بلغت الشرطة وقالت لهم ان هو حاول يخطفها، وساعتها بيتقبض عليه وبيخش الحجز في مركز الشرطة. فتشول بيتكلم مع المحقق فبيديله الموبايل بتاع سيون وبيطلب منه يصلحه علشان يعرف مين اخر رقم هي كلمته، لان اكيد ده الشخص اللي خطفها. فبيتجاهل المحقق كلامه بأمره يخرج من هنا. ففعلا بيخرج تشول وبيتكلم مع ضابط سونج وبيطلب منه يصلح موبايل سيون ويعرف مين اخر رقم هي كلمته ويبلغه على طول، لانه حاسس ان المحقق مش مهتم بالقضيه واصل ان هو ما يحققش فيها. في الوقت ده المحقق بيتصل بجيانج صاحب البار اللي سيون كانت بتشتغل فيه، وبيقوله ان هو حاول ما يفتحش قضيه سيون، ولكن المدرس تشول بيحاول يفتح القضيه وجاب له موبايل سيون علشان يصلحه ويعرف اخر رقم كلم سيون قبل اختفائها. فجيانج باموره ما يصلحش التليفون، وبعدها بيروح يتكلم مع كيتاي صاحب مدرسه البنات واللي مترشح لمنصب العمده، فبيحكي له على اللي حصل. فكيتاي بيتعصب عليه وبيضربه، وبيطلع ان هو السبب ورا اختفاء سيون وان هو اللي كان بيرشي الشرطه علشان ما يدوروش عليها. فلما بيروح تشول المدرسة فبيقرا هو زمايل المدرسين خبر القبض على كين مدرس الرسم لأنه حط كاميرا مراقبة في حمام البنات. فتشول بيعرف إن جين هي اللي نشرت الخبر ده، فبيروح يكلمها وبيلومها على اللي هي عملته لأنها كده ممكن تتورط في مشاكل. فجين بتقوله إن هي مش خايفة ومستعدة إن هي تواجه أي مشاكل، والمهم عندها إن هي تلاقي صاحبتها سيون. فجين بتسيبه وبتمشي، وبعد شوية بيجيله استدعاء لمكتب كيتاي صاحب المدرسة. فبيقرر كيتاي إن هو يرفضه من المدرسة علشان ما يخلوش يدور على سيون، وكيتاي بينصحه يمشي من القرية نهائي. وتشول بيروح يقف لوحده وبيكون متضايق جدا ومش عارف يتصرف ازاي. وساعتها بيتصل بالظابط سونج وبيقوله ان هو جاله بلاغ من شخص لبنت ميتة تحت الجسر وشاكين ان البنت دي تكون هي سيون. فتشول بيتحرك على هناك بسرعة، فبيلاقي جين بتكون عايزة تعرف مين البنت اللي ماتت،
فجين بتشوف اسوار على هيئة فراشة في ايد الجثة، وبتعرف ان دي صاحبتها سيون، فبتنهار من العياط وتشول بياخدها في عربيته علشان يوصلها البيت. ولكن بيعرفوا ان جدة سيون تعبت بعد ما عرفت خبر موت حفيدتها، فبيروحوا بسرعة علشان يطمنوا عليها. في الوقت ده الضابط سونج بيروح ياخد الموبايل بتاع سيون علشان يصلحه، فبيشوفوا المحقق في كاميرا المراقبة وبيكون متعصب لان سونج لو صلح الموبايل وشاف اخر رقم ساعتها يعرف مين اللي قتلها. وفعلا سونج بيروح محل تليفوناته وبيصلح التليفون، وبيتصل على تشول وبيبلغه ان اخر رقم اتصل على سيون هو رقم جيان، وجيانج ده هو صاحب البار اللي سيون كانت بتشتغل فيه. وفي واحدة اسمها ايسول كان بعتها لها رسالة وبتقول لها في الرسالة ان هي قلقانة عليها جدا. وبعد ما بيقفل سونج المكالمة بييجوا رجالة جيانج وبيضربوه على دماغه وبيسرقوا منه تليفون سيون. وساعتها تشول بيروح البار وبيتكلم مع ايسول وبيسألها ايه اللي حصل في يوم اختفاء سيون، فبتقوله ان سيون كانت شغالة مغنية في البار. في اليوم ده كيتاي رجل اعمال كان قاعد في البار مع رئيس مركز الشرطة علشان يرشيه وينجحه في الانتخابات الجاية. وساعتها سيون دخلت الحمام عشان تكلم جدتها لان ساعتها جدتها كانت تعبانة، ففضلت تعيط لحد ما كيتاي دخل عليها الحمام. فبتعرفه سيون ان هي بتدرس في المدرسة بتاعته، فبتطلب منه يخليها تمشي عشان تطمن على جدتها لانها تعبانة جدا. فبيتضايق كيتاي وبيجي رئيس الشرطة ياخد سيون وبيمشي. وبعدها كيتاي بيتكلم مع جيانج صاحب البار وبيزعله عشان شغل سيون في البار لانها طالبة عنده ممكن تعرف عنه كل حاجة وتسوق سمعته. فبيطمنوا جيانج وبيقولوا ان سيون بتشتغل عنده في البار علشان تسدد ديون والدها، وانها مستحيل تقول لحد حاجة خصوصا لانها مش معرفة اي حد انها بتشتغل في بار. اثناء كلامهم بيسمعوا صوت رئيس الشرطة وهو بيصرخ، فبيروحوا يشوفوه بيلاقوه بيتألم. فبيعرفوا ان سيون ضربته علشان حاول يتحرش بيها وهربت من المكان. فجيانج بيتعصب وبيتصل بيها عشان يعرف هي فين، فبتقولوا ان هي موجودة قدام البنزينة، فبيأمرهم تتحركش من مكانها لحد ما يجيلها. في الوقت ده ايسول بتبعت رسالة لسيون عشان تطمن عليها وبتنصحها ما تهربش عشان جيانج ما يقتلهاش. وبعد ما بتخلص ايسول كلامها بيجي جيانج ورجالته وبيعرفوا ان تشول في البر وبيدوروا عليه، فتشول بيروح لهم وبيواجههم، فبيطلب من جيانج ان هو يتكلم معاه بهدوء بدون اي مشاكل. لكن رجالة جيانج بيهجموا عليه وبيضربوه بعصاية البيسبول على دماغه، فبيتعصب تشول وبيضربهم كلهم. وساعتها جيانج بيطلع سكينة وبيحاول يطعن تشول بيها، فبيضربه على طول تشول. وتشول بيسأله هو قتل سيون ولا لأ، وجيانج بيقوله انه مش هو اللي قتلها، وبيحكي له انه هو لما راح البنزينة علشان يجيب سيون ما لقاهاش، وساعتها شاف مخزن مهجور جنب البنزينة ودخل يدور عليها فيه، واتفاجئ ان في شخص مقنع خنقها وقتلها. ومفاجأة ان الشخص ده ابن كيتاي. وقتها جين بيكون في حمام المستشفى وبيجي ابن كيتاي وراه وبيخنقها لحد ما بتفقد الوعي وبيخطفها. وبيتضح ان ابن كيتاي هو كين مدرس الرسم. فلما بيمشي تشول من البار بيركب عربيته وبيتصل بيه الضابط سونج، وبيعرفوا انه في عصابه ضربوه وسرقوا منه موبايل بتاع سيون، وبيقولوا ان في حاجه غريبه حصلت وان في ضابط شرطه خرج كين من الحجز. فتشول بيقفل معاه مكالمه بسرعه وبتتصل بيه والدة جين وبتقوله ان جين مش موجوده في المستشفى، فبيستنتج ان كين خطفها. فبيقرر في الوقت ان هو يروح له البيت عشان ينقذ جين. وساعتها بتفوق جين وبتلاقي نفسها في الغرفه السريه بتاعه كين. فكين بيقول لها ان هي فاهمه غلط وانه مش مجرم زي والده كيتاي. فبيفتكر اليوم اللي والده جه فيه وشاف سيون ميته، وساعتها اخد الموبايل بتاعها من جيانج صاحب البار وكسره وفضل يضرب في كين، لان لو اي حد عرف ان هو اللي عمله ده هيخسر بسببه الانتخابات. وبنعرف ان كين عنده مرض نفسي لان والده كان دايما بيضربه وهو صغير. وقتها تشول بيوصل البيت وبيشوف اللوحه اللي وراها الاوضه السريه، فبيشيل اللوحه وبيكسر الباب ولكن مش بيلاقي كين، وبيشوف لوحه مكتوب عليها عنوان شقه تانية، فبيقرر انه يروح على هناك بسرعه. فساعتها كين بيسمع صوت حد بيفتح باب الاوضه السريه اللي هو فيها، فبيكتم صوت جين عشان ما تتكلمش. بعدها بيضربها وبيدخلها جوه الدولاب، فبيدخل عليه والده كيتاي فبيساله هو مستخبي في الغرفه دي ليه. فكين بيرتبك ومش بيعرف يرد، فبيتفاجئ ان والده بيقوله ان هو هيسفره امريكا لان نتيجه الانتخابات قربت، لانه مش عايز اي مشاكل تاثر على مستقبله والمنصب الكبير ان هو هيمسكه. فكين بيرفض وبيقوله ان السنه الدراسيه لسه ما خلصتش وان هو عاوز يفضل في المدرسه علشان يساعد البنات في دراستهم. فكيتاي بيزعق له بالتهم ان هو مجرم وقاتل. فكين بيقوله انه مش هو اللي قتل سيون، وبنكتشف ان كين مش هو فعلا اللي قتلها، لان اليوم اللي كان خانقها فيه كان بيحميها من جيانج لانه بيحبها وكان بيحاول يخليها ما تعملش صوت عشان جيانج ما يمسكهاش. ولما والده ضربه في المخزن لقى سيون لسه عايشه، فسيون ساعتها وعدت كيتاي ان هي مش هتقول لحد
تتحدى اي حاجه، وبتترجى كيتاي ان هي تمشي. فكيتاي بيمسك شنطه وبيخنقها بيها لحد ما بتموت، وبيكون عمل كده عشان يضمن ان محدش هيكشف اسراره. وفي الوقت الحالي بيتعصب كيتاي على ابنه كين وبيضربه، وفجاه بيسمع صوت جين في الدولاب فبيقرر يفتح الدولاب. بس في الوقت ده بتجيله مكالمه من رئيس الشرطه وبيبلغه فيها ان نتيجه الانتخابات قربت تظهر، فبيضطر كيتاي ان هو يمشي من البيت بسرعه. في الوقت ده كين بيتكلم مع جين وبيطلب منها ان هي تخرج من الدولاب، وبيوعدها ان هو مش هيأذيها. فجين بترفض ان هي تطلع، فكين بيجي يفتح الدولاب، فجين بتمسك بخاخة الوان وبترشها في وشه، فبتطلع تجري بره الاوضه. في ساعتها بتلاقي نفسها في قابو وبيكون الباب مقفول، فبتضطر انها تستخبى تحت ترابيزه. فكين بيجي وبيدور عليها لحد ما بيشوف رجلها تحت الترابيزه. فتشول ساعتها بيوصل وبيدور على جين في البيت، وفي القابو بيتعصب كين وبيكسر كل الكوبايات بسبب اللي جين عملته فيه. واول ما بيقرب من الترابيزه بتخاف جين وبتطلع تجري على امل انها تقدر تهرب، لكن بتدوس على ازاز الكوبايات وبتتعور في رجلها وبتقع. فتشول بيسمع صوتها فبيروح ناحيه القابو وبيحاول يكسر الباب، فكين بيستخبى بسرعه. في الوقت ده بيدخل تشول وبيلاقي جين واقع على الارض وفي ازاز في رقبتها وبتنزف دم كتير، فبيطلع الازاز وبيحط قماش على رقبتها علشان يوقف النزيف. وفجاه بيهجم كين عليه وبيطعنه بمقص في بطنه، فتشول بيتعصب وبيفضل يضربه علشان ينتقم منه. فكين ساعتها بيترجاه ان هو ما يقتلوش، فتشول ساعتها بيضطر ان هو يسيبه عشان يلحق جين وينقلها للمستشفى بسرعه لان هي نزفت دم كتير. ولكن كين بيمسك خشب وبيضرب تشول على دماغه، فتشول في اللحظه دي بينفعل بيضربه لحد ما يقع على الارض وبيفقد الوعي. بعدها بياخد جين بسرعه وبيركب عربيته علشان يوديها المستشفى، وفي طريقه بيتحرك بالعربيه بسرعه وهو تعبان وبينزف دم كتير بسبب ان كين طعنه بالمقص. وفي نفس الوقت ده كيتاي بينجح في الانتخابات وبيكون طبعا فرحان لانه حقق حلمه واخيرا بقى عمده القريه. واثناء تشول ما بيتحرك بالعربيه بتقوله جين ان كيتاي هو اللي قتل سيون، فتشول بيتصدم من كلامها لانه بيكون فاكر ان كين هو اللي قتلها. ولما تشول بيوصل المستشفى بيشوف التلفزيون وبيشوف خبر نجاح كيتاي في الانتخابات، فبيقرر يروح له علشان ينتقم منه على كل اللي عمله. وفعلا بيركب عربيته وبيروح يخبط عربيه كيتاي، فبينزلوا السواق وبيحاول يهجم عليه، ولكن تشول بيمسك السواق وبيضربه ووقعه على الارض وبيروح لكيتاي عشان يضربه هو كمان. فكيتاي بيفضل يتشمه وبيتباهى بنفسه قدامه لان هو دلوقتي بقى عمده القريه وعنده سلطه ونفوذ. فتشول بيتعصب وبيكسر ازاز العربيه. في الوقت ده بتوصل عربيات الشرطه وبيتصل كيتاي برئيس الشرطه وبيشكره لانه فاكر ان هو اللي بعتهم علشان يقبضوا على تشول، لكن بيتفاجئ ان الشرطه جايين يقبضوا عليه هو. وبيعرف ان الضابط سونج بلغ النيابه بكل حاجه وان هم اللي امروا بالقبض على كيتاي وابنه. وتاني يوم بيروح تشول المستشفى علشان يطمن على جين. بعدها بيركب عربيته وبيخرج من القريه علشان يرجع يعيش في المدينه اللي اتولد فيها. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الملخص متنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. شكرا لكم. بيبدأ الفيلم في حلبة ملاكمة شوارع وبتكون على فلوس، وبنشوف ملاكم اسمه فورد وبيقاتل خصم ليه، وفورد بينتصر عليه بكل سهولة، وبيكون ده سادس انتصار على التوالي لفورد، وبيبان عليه انه مقاتل قوي. والحكم بيسأل الحضور بيقول لهم مين المقاتل السابع اللي عايز يتحدى فورد، وبيدخل من وسط الحضور ملاكم اسمه دالتون وبيكون عاوز يتحدى فورد، فبيخش الحلبة وبيقلع هدومه وبيبدأ يجهز. لكن فورد لما بيشوف دالتون بيخاف منه وبيرفض يقاتله لأنه بيكون عارفه كويس، وبيعلن انسحابه عن المباراة من قبل حتى ما يلعب. وبعد انسحاب فورد دالتون بياخد رهان الماتش وبيمشي دالتون من المكان، وبيجيله واحد بيقوله انا خسرت رهاني على مباراة بسببك، وبيطعن دالتون في بطنه بالسكينة. والغريب ان دالتون بيكون هادي جدا ومش بيعمل الراجل ده اي حاجة وبيسيبه يطعنه، والمجرم ده بيتفاجئ من ردة فعله وبيسيبه يجري، وبيتحرك دالتون لعربيته والسكينة في بطنه، فبيروح يطلع شاش وبلاستر من عربيته علشان يعالج الجرح. وبتجيله واحدة اسمها فرانكي، وفرانكي كانت في الحلبة وشافت فورد لما خاف من دالتون وهرب، وكانت معجبة بدالتون وبتقوله انت كسبت حتى من قبل ما تلعب، وخصمك خاف منك علشان عارف تاريخك. وفرانكي بتاخد بالها من السكينة اللي في بطنه، فبتقوله لو عايز مساعدة، فبيخليها تمسك الشاش وبيبدأ يعالج الجرح اللي عنده. وفرانكي بتعرفه انها فاتحة حانة قريبة من هنا في مدينة جلاساكي، بتقوله انها دايما بيجيلها زباين مش كويسين وبيفضلوا يعملوا لها مشاكل وكمان بيكسروا لها في المكان، والشرطة مش بتقدم المساعدة خالص، والزبائن اللي كانوا عندي يخافوا من الناس دي وهربوا من المكان. وانا جيت الحلبة عشان كنت عايزة فورد يحميلي الحانة، بس بعد ما شفت وهو بيهرب وكمان خايف منك قررت تكون انت الحارس الشخصي للحانة، وهدفعلك فلوس كويسة واكتر من اللي انت بتاخدها في الماتشات بتاعة الملاكمة، وانت شكلك محتاج فلوس عشان عربيتك باين عليها قديمة جدا، وكمان هوفر لك مكان تنام فيه. بس دالتون بيرفض العرض بتاعها وبيقول لها انه مرتاح كده، بيقول لها ان انا رأيي تدي العرض ده لفورد، لكن فرانكي بتكون مصممة على
دالتون، فبتكتب له رقمها في ورقة وبتديهوله وبتقوله فكر وكلمني. ودالتون بينام في عربيته لأن ما عندوش بيت ينام فيه، فبتجيله شرطية وتقوله ممنوع الوقفة هنا وبتطلب منه يتحرك. وبيفضل دالتون سايق بالليل وما عندوش مكان يروحه، وكان بيسمع ماتشات الملاكمة على الراديو، وبسبب حياته البائسة كان بيفكر في الانتحار. فبيقف بعربيته على شريط القطر، فالقطر بيقرب وكان على وشك يدوسه، بس دالتون بيرجع في كلامه في آخر لحظة فبيتحرك، بس القطر كان خبط عربيته من ورا. وبعد اللي حصل ده دالتون بيقرر يروح يشتغل في الحانة بتاعت فرانكي، فبيركب اتوبيس وبيروح على مدينة جلاسكي اللي فيها الحانة، وبيقف يدور على الحانة بتاعت فرانكي لأنه ما كانش عارف اسمها. فبيقابل بنت صغيرة اسمها تشارلي شغالة في محل كتب، فلما تشارلي بتلاقي دالتون غريب عن المنطقة فبتروح له عشان تتعرف عليه وبتديله كتاب كهدية. ودالتون بيسألها عن مكان الحانة، ففي الوقت ده بيخرج أبو تشارلي وبيكون اسمه ستيفن، وبيسلم على دالتون وبيعرف دالتون بمكان الحانة بتاعت فرانكي. فدالتون بيشكرهم وبيمشي، وبيوصل الحانة وفرانكي بتتبسط لما بتشوفه. ودالتون بيتعرف على لورا وبيلي اللي شغالين في المكان. ودالتون لما بيشوف الحانة بيلاقيها مكان هادي جدا وجميل، بيستغرب ان في مشاكل وخناقات بتحصل هنا، بس مش بيعدي وقت طويل وبتبدأ الخناقات والمشاكل تبدأ تشتغل ما بين الزبائن السكرانين. بس العامل بتاع الطلبات اللي اسمه بيلي بيتدخل وبيهدي الموقف. ودالتون كان شايف الخناقات دي وشايفها حاجة بسيطة ملهاش لازمة يعني ان هو يقوم، لكن بعد شوية بيوصل شوية من سواقين الموتوسيكلات والقائد بتاعهم اسمه ديل بيدخل يعمل فوضى في المكان، وبيفضل يقلب الترابيزات وبيكون مش همه حد. وفرانكي بتبص لدالتون ومستنياه يتصرف، وديل بيبقى بيغلس على واحدة في الحانة، وبيلي بيتدخل وبيحاول يبعده عنها. فديل وعصابته بيلتفوا حوالين بيلي وبيقولوله انت هتتضرب حالا. وهنا دالتون بيقرر يتدخل وبيقول لبيلي امشي انت يا بيلي روح شوف الزباين. فديل بيقول لدالتون وانت مين انت تحب تتضرب مكانه؟ فدالتون بيقول له اتضرب، طب ما تيجي نتكلم بره كده ونشوف مين هيضرب التاني. فديل بيرفض بيقول له لا انا هضربك هنا جوه الحانه. فبيمسك عصايه البلياردو وبيكسرها. فدالتون بيسالهم ايه الموتوسيكلات اللي بره دي بتاعتكم؟ فرد عليه واحد من العصابه اسمه مو وقال له اه. فدالتون خرج من الحانه وبيروح ناحيه الموتوسيكلات، بس ديل ورجالته بيجوا وراه. فدالتون بيقول لهم ما تقلقوش انا مش هكسر موتوسيكلاتكم، انا كل اللي كنت عايزه ان اجيبكم هنا بره. فديل بيقول له احنا مش هنمشي من هنا غير لما نقتلك، وكل الناس بتخرج من الحانه علشان تتفرج. ودالتون بيقول لديل ملهاش لازمه تتضرب قدام عصابتك. فديل بيضحك وبيستهزأ بيه، وراح دالتون فجأة راح ضارب ديل ونزل ضرب في عصابته، وبيسدد لكمات قوية ليهم كلهم، وبيجيبهم على طول أرض وبيكسر دراع واحد والتاني بيعمل له خلع في المفصل. وديل كل ما بيحاول يضربه بيلاقي نفسه هو اللي بيتضرب، ودالتون بيتغلب عليهم كلهم من غير ما يبذل أي مجهود، كلهم بيقعوا على الأرض حواليه. وبسبب إصاباتهم الخطيرة دالتون بياخد عربية فرانكي وبيوصلهم لأقرب مستشفى. وفي ممرضة اسمها إيلي بتشوف عصابة ديل وهما مصابين، وبتفهم إن دالتون هو اللي ضربهم، فبتخرج وراه وتلحقه قبل ما يمشي. فبتقول له يا مش عارفة أشكرك علشان جبت مرضى للمستشفى ولا بلغ عنك. فدالتون بيقول لها الشرطة في المدينة دي مش بتهتم بالناس الغبية اللي زي دول. وإيلي بتاخد بالها إن دالتون بينزف من بطنه، فبتطلب منه إنه يدخل المستشفى علشان تعالج له الجرح. ودالتون بيوافق وبيدخل المستشفى. وإيلي بعد ما بتشوف الجرح بتقوله الجرح مش خطير بس لازم يتخيط، بس دالتون بيرفض ان الجرح يتخيط وبيقول لها ان الجرح ده غلطتي وان لازم يحس بألمه علشان بعد كده ياخد باله. وإيلي بتوافق وبتحطله بلاستر بس على الجرح وبتديله مضاد حيوي. دالتون بيشكرها وبيمشي، وبنشوف 3 أشخاص من عصابة ديل بيراقبوا دالتون. ودالتون بيرجع للحانة، وفرانكي بتشكره على اللي عمله وبتديله مرتب أسبوع مقدم. بتعرفه إنها عندها مرسى قريب هنا من الشاطئ، وبتعرض عليه ياخد قارب من القوارب اللي هناك دي وينام فيه، بس بتقوله خلي بالك في تمساح خطير عايش هناك. ودالتون بيروح هناك عند القارب وبيكون مبسوط جدا، وبيحلم وهو نايم إنه في حلبة ملاكمة وبيقاتل على بطولة العالم. بس لورا اللي شغالة في الحانة بتيجي وبتصحيه من حلمه، فبتقوله أنا جبتلك فطار، وبتشكره على اللي عمله امبارح في العصابة، وبتقوله انها كانت على وشك تسيب الحانة بسبب العصابة دي، بس بعد اللي انت عملته شكلي هرجع في كلامي وشكل الأحوال هتتحسن على ايدك. ودالتون بيبتسم وبيشكرها على الأكل. ودالتون بيخرج بعدها وكان رايح لتشارلي اللي اديته الكتاب. ودالتون بيستغرب لما بيعرف ان كل الناس في المنطقة بقت عارفاه وبتسلم عليه، وبيكونوا بيسلموا عليه بسبب اللي عمله امبارح في العصابة. ودالتون بيخش على تشارلي المحل وبيسلم عليها وبيطلب منها يستخدم الكمبيوتر اللي عندها، فشارلي بتوافق. فدالتون بيروح يقعد على الكمبيوتر، فتشارلي بتشوف واحد صاحب محل بيتخانق معاه حرامية، فتشارلي بتمسك عصاية البيسبول وبتروح للاتنين الحرامية
وبتقول لهم يمشوا من هنا حالا، ودالتون بيسمعها وهي بتزعق، فبيخرج من المحل. والحرامية أول ما شافوا دالتون خافوا ومشوا، ودالتون بيستغرب من شجاعة تشارلي، فبيسألها فين والدك، فهي بتقوله إن أبوها بيشتغل شغلانة تانية لأن بيع الكتب مش بيكسب فلوس، وبتعرفوا إن مامتها توفت السنة اللي فاتت. بعدها دالتون بيرجع للحانة، وساعتها كان عمال النظافة بينضفوا المكان، حتى عمال النظافة بقوا عارفين دالتون وبيسلموا عليه. فدالتون بيستغرب وبيسأل فرانكي هو ازاي كل الناس عارفة اسمي، فهي بتقوله معلش النميمة عالية أوي عندنا في المنطقة، وكل الناس عرفت انك ضربت ديل ورجالته. وبعدها بنروح لرجالة ديل، وساعتها كانوا رايحين كلهم يتجمعوا في اليخت، رايحين يتجمعوا عند الزعيم بتاعهم اللي اسمه برانك. وبرانت بيبقى عارف ان كلهم اتضربوا من دالتون، وبيعرف منهم ان ديل لسه في المستشفى علشان حصل له ارتجاج في المخ. وبرانت بيكون متضايق جدا لانه كان عايز الحانة بتاعت فرانكي متدمرة ومش عايز زباين يدخلوها. وبرانت بيقول لهم ازاي عيل واحد يضربكم كلكم، ومو بيقول له كان شخص غريب جدا وكان باين عليه شخص مسالم هادي، بس ضرباته كانت عنيفة وقوية. فبرانت بيتعصب منهم وبأمرهم يمشوا من عنده حالا. وبنرجع للحانة وفي خناقة تانية بتدور ما بين اتنين، فدالتون بيقول لبيلي خلي بالك لما تتدخل علشان اللي لابس احمر مخبي سكينة في لبسه، واول لما يطلع السكينة يرجع لورا ويضربه بسرعة في وشه. وبيلي بيكون مقلق شوية وبيخش يفض الخناقة، واللي لابس احمر فعلا بيطلع السكينة، فبيلي بينفذ اللي دالتون قالهوله، فبيتفاجئ فعلا انه قدر يوقعه. وقبل ما يرجع له تاني دالتون بيتدخل بيضربه وبياخد منه السكينة وبيقوله ممنوع الحاجات دي تدخل المكان. وبيلي اتحسن انه بقى قادر يتعامل مع الزبائن اللي بتعمل مشاكل، وده بفضل توجيهات دالتون. فبيروح دالتون لواحد شغال جنب الحانة وبيكون اسمه ريف، ودالتون بيعرف ان ريف كان ملاكم سابق، ودالتون بيطلب منه يجي يساعد بيلي في طرد الزباين، وريف بيوافق وبيساعد بيلي فعلا، وهما الاتنين بيقدروا يطردوا الناس اللي بتعمل مشاكل بكل سهولة. وبفضل دالتون وريف وبيلي الحانة اتحسنت ومبقاش بيحصل فيها مشاكل كتير. وفي يوم دالتون بيشوف ديل وعصابته واقفين بالموتوسيكلات وبيمشوا بعدها وشكلهم ناويين شر لدالتون. ودالتون بعدها بيحلم تاني انه في مباراة ملاكمة كبيرة، وبعد لما بيصحى بيروح يفطر في مكان، بالصدفة ممرضة إيلي بتكون موجودة فبتشوفه وتسلم عليه. ودالتون بيسألها عن طبيعة الناس اللي هنا في المدينة، فبيقولها انه حاسس انهم عدوانيين شوية، وإيلي بتقوله انها كانت لازم تحذره من الناس اللي هنا، انها اتربت وعاشت في المدينة دي وعارفاها كويس جدا، وان الناس لو عايزين هنا حاجة معينة بيعملوها بالإجرام، والشرطة نادرا لما بتظهر. فبتقوله انا بحذرك لو عملت مشكلة لحد لازم تخلي بالك من نفسك. هما الاتنين بيقعدوا يتكلموا ويهزروا وبينجذبوا لبعض. وبالليل دالتون بيكون بيتمشى ومروح، فجأة في شاحنة بتنطلق ناحيته بسرعة علشان تدوسه، بس دالتون بياخد باله على آخر لحظة والشاحنة بترجع له تاني تخبطه، ودالتون بينط في شنطة الشاحنة والشاحنة بتخبط في الجسر وبتكون على وشك انها تقع، وبيطلع اللي كان سايق الشاحنة هو ديل، بيهرب منها هو وصاحبته، وبيسيب دالتون والشاحنة يقعوا في المية. بس لحزن الحظ دالتون بيقدر يعيش وبيروح للقارب، بس بيلاقي ديل موجود وبيرفع عليه السلاح، وديل بيقوله بما انك ممتش فانا هقتلك بالسلاح عشان اضمن انك ميت. ودالتون بكل هدوء بيقوله انا هسألك سؤال، انت ليه بتعمل كل ده معايا؟ ومرة واحدة دالتون بيشوط الترابيزة عليه وبيهاجمه وبيمسكه وبيرميه من القارب وبيرمي السلاح بتاعه في المية. وديل بيقوله ده تصرف غبي منك علشان انا هطلع لك دلوقتي واقتلك. لكن فجأة بيظهر التمساح اللي فرانكي قالت عليه، ودالتون حاول ينقذ ديل لكن التمساح بيقدر ياكل ديل وخلص عليه. وتاني يوم الصبح بتيجي الشرطة وبتدور على جثة ديل، بس مش بيلاقوا اي اثر للجثة. وفي شخص غريب بيتكلم مع دالتون عن ديل، وبيعرفوا ان ديل عضو في عصابة مخدرات. ودالتون بعد ما سمع الكلام ده بيروح لتشارلي وبيخليها تساعده وتعرف له فين الاماكن اللي بتنطلق منها القوارب في المدينة، لان دالتون كان بيحاول يعرف صفقات المخدرات بتتسلم منين. وهو خارج من عندها بيوقف شخص من رجالة براند، فبيقوله تعالى معايا عشان الزعيم بتاعي عايزك، بس دالتون مش بيرضى يجي معاه. فالراجل بيوري دالتون ان معاه مسدس وبيهدده بيه، فدالتون بيقرب منه وبيكلمه بكل هدوء، فبيقوله المسدس ده مش هيخوفني، انا لو كسرت صوابعك مش هتعرف تمسكه. وهو بيطلع مسدسه فدالتون مسكه وكسر له صابعه، وبيقرب من دالتون واحد تاني من العصابة بس بيتراجع مش بيرضى يشتبك مع دالتون. ودالتون بيقول لهم قولوا للزعيم بتاعكم لو عاوزني يجيلي لحد عندي في الحانة اللي انا شغال فيها. ودالتون بعدها بيروح يقابل فرانكي وبيسألها ليه ديل ورجالته كانوا بيجوا يكسروا في الحانة بتاعتك،
وفرانك بتقوله مش عارفة السبب، بس هما مجرد عصابة وده اللي العصابات بيعملوه. والشخص اللي دالتون كسر صوابعه بيروح يحكي لبرانت عن اللي حصل، وبرانت بيتعصب جدا لانه بيكون عاوز يمشي فرانك وياخد منها الحانة، لانه بيكون عايز يفتح منتجع كبير. بس المشكلة ان فرانك مش عايز يسيب الحانة باي شكل. بعدها ابو برانت اللي اسمه جيرارد بيتصل بيه، وبرانت بيخاف وبيقلق لانه المفروض اخد اوامر من والده انه يتخلص من الحانة بتاعت فرانكي في اسرع وقت. وبسبب ان برانت مش عارف يتصرف، فجيرارد بيروح يتصل بمقاتل قوي اسمه نوكس وبيطلب منه المساعدة. وعلى الناحية التانية إيلي بتيجي لدالتون بالقارب وبتخليه يركب معاها، وبيوصلوا لشاطئ بعيد مفهوش حد، وبيقعدوا هما الاتنين سوا بيشربوا مشروب. وإيلي بتسأله عن الشخص اللي أكله التمساح، فهو بيحكي لها عن سبب خناقتهم، فبيقول لها إن ديلي ده شغال عند زعيم عصابة اسمه برانت. وإيلي بتكون عارفة برانت وسامعة عنه، فبتقوله قالت برانت دي تملك تقريبا نص مدينة جلاسكي. فدالتون بعدها بيقوم وبيقول لها احنا لازم نمشي. فإيلي بتستغرب وبتقوله ايه اللي حصل. فدالتون بيقول لها انت كويسة جدا ومفروض تستاهلي حد أحسن مني. بس إيلي بترفض كلامه وبتعترف له انها معجبة بيه. في الوقت ده نوكس بيكون وصل مدينة جالاكسي وبيخش على رجالة برانت وبياكل اكلهم، ورجالة برانت بيكونوا مش عارفين من نوكس ده، ونوكس بيخش فيهم كلهم شمال. وبعدها بيوصل برانت وبيقابل نوكس بعد ما ضرب رجالته، فبيسأله انت مين؟ فنوكس بيقول له ابوك اللي بعتني وقال لي ابعت لك الرسالة دي، وهو عرفني انك مش عارف تسيطر في المدينة وان في حد واقف في طريقك، فابوك بعتني هنا علشان اتصرف. بس برانت بيقوله انه مش عايز مساعدة من حد، وروح قول لابويا انا ورجالتي هنتصرف. بس نوكس مش بيهتم لكلامه وبيقول له فين الراجل اللي عامل لك مشاكل. فبرانت بيقوله ما ينفعش نروح نقتله قدام الناس، لازم لما نقتله تكون طريقة عقلانية. ونوكس بيضحك ويقوله ما تقلقش، مادام انا وكلت بالمهمة يبقى المهمة هتخلص، وهي مسألة وقت والراجل ده هيكون ميت. فبرانت بيقوله انه هيحاول مرة كمان يتخلص منه بطريقته، ولو فشلت فخش انت وتصرف. ودالتون وإيلي بيكونوا لسه راجعين للمدينة، وبيجي 2 ضباط لدالتون وبيطلبوا منه يجي معاهم عشان رئيس ضباط المدينة طالب يكلمه. ودالتون بيجي معاهم وإيلي بتبقى شافت ده. ورئيس الضباط اللي اسمه ديك بيقابل دالتون بيقوله انا هعتبرك صديقي وهديك نصيحة. بيقوله انه ياخد بعضه ويمشي من المدينة. فدالتون بيقوله انه مش هياخد منه نصايح علشان هما مش اصدقاء. فديك بيقوله طيب بس انا ممكن استخدم اساليبي الخاصة وممكن ارميك في السجن لاي سبب. فدالتون بيستهزأ بكلامه وبيستفزه. فديك بعدها بيأمر الضباط يخرجوا دالتون من العربية وكمان يضربوه، وفعلا بيسمعوا كلامه وينزلوا في ضرب. وديك بيرفع سلاحه عليه وكان هيقتله، بس ساعتها بتوصل إيلي وديك بيتراجع عن اللي بيعمله، وإيلي بكل جراءة بتضربه بالقلم وديك مش بيعملها أي حاجة. وإيلي بتاخد دالتون وبتمشي، وبيطلع إن ديك ده أصلا يبقى أبو بيلي. وبيلي بتقوله دالتون انها مش بتحبه اطلاقا لدرجة انها غيرت اسمها. وبتقوله برانت اللي انت كلمتني عنه ابوه اسمه جيرارد وده زعيم عصابة كبير، وان ابوها للاسف شغال معاه. وجيرارد ليه استثمارات كتير هنا في المدينة وبيتاجر في المخدرات. تقول ان شكل ابوها شغال عند ابنه كمان، فممكن برانت انه يكون امر ابوها انه يقتلك. تقوله لازم يمشي من المدينة. ودالتون بيكون محتار ومش عارف يعمل ايه. بعدها بنشوف 2 من رجالة برانت رايحين ناحية محل الكتب بتاعة تشارلي، معاهم جيركن بنزين وبان انهم هيولعوا في المحل علشان يضايقوا دالتون. وتشارلي بنشوفها بكل شجاعة بتمسك المضرب علشان تدافع عن المحل. وبالليل ودالتون في الحانة بنشوف برانت بيجي نفسه لدالتون وبيقعد معاه، بيقوله بما انك مش بتمشي بالتهديد ولا حتى راضي تموت، فانا عايز اعرف شخص غريب زيك بيعمل ايه هنا. ودالتون بيبقى بارد ومش بيرد عليه. فبرانت بيوريله فيديو قديم لدالتون مباراة ملاكمة وكان ضد واحد صاحبه، وفي المباراة دي كان صاحب دالتون استسلم خلاص، بس دالتون فضل يضرب فيه لحد ما موته. ومن ساعتها دالتون مكتئب وهادي بالشكل ده. وبرانت بيفضل يستفز في دالتون وبيفكره انه قتل صاحبه، بس دالتون بيفضل هادي ومش بيديله اهتمام. فبرانت بياخد بعضه وبيمشي وبيطلع لنوكس وبيديله الضوء الاخضر وبيقوله روح خلص على دالتون. وفعلا نوكس بيخش الحانة وبيكون معاه عصاية وبيبدأ يكسر في المكان وبيضايق الفرق اللي بتغني. ولما بيلي بيتدخل نوكس بيضربه وبيمسك ريف وبيقلبه، وفي 3 بيمسكوا نوكس وريف بينزل فيه ضرب، بس نوكس بيقدر يخلص عليه ويضرب ال3 اللي هما ماسكينه. والحانة بتتقلب فوضى حرفيا. ونوكس بيفضل ينادي على دالتون ودالتون بيجيله وبيحاول يبقى هادي معاه، بس نوكس بيبقى فاهمه واداله الدماغ وبدأ يضربه، لكن دالتون سدد له كذا ضربة قوية، فراح نوكس ضربه بالرجل وشاله ورماه. بس دالتون مش بيتهزم بسهولة وفضلوا يتبادلوا الضرب لحد واحد من رجالة برانت مسك دالتون وكتفه، ونوكس فضل يضرب في دالتون لحد ما في 2 من السكان دافعوا عن دالتون ومسكوا نوكس. ودالتون اتخلص من الراجل اللي مكتفه ورجع يكمل قتاله مع نوكس، بس نوكس مسكه وقطعه ضرب ورماه برا الحانة. ودالتون تقبل الهزيمة واخد بعضه ومشي. وإيلي بتبقى وصلت وبتحاول تساعده بس هو مش بيرد عليها وبيمشي.
فبيرجع للمركب وبيمسح الدم اللي على وشه وبيجهز شنطته وكان ماشي، بس فرانك بتجيله وبتحاول تقنعه يفضل موجود وبتصرحه بالحقيقة بأن برانت بيحاول ياخد منها الحانة، بس فرانك مش راضية. بتعرفه إن برانت خد كل الأراضي والمحلات اللي في المنطقة ما عدا الحانة بتاعتها وعايز يهد كل ده علشان يبني منتجع للأغنياء. فبتتأسف لدالتون وقالت له إن المفروض كانت تقوله من أول إن اللي بيضايقها دول عصابة خطيرة، فدالتون مش بيهتم لكلامها وكان ماشي. ففرانك بتقوله معقولة انت خايف منهم؟ فدالتون بيقول لها انا خايف، وبيسيبها وبيمشي وبيوصل عند موقف الاتوبيسات، بس بيشوف محل الكتب بتاع تشارلي بعد ما حرقته العصابة، فبيقلق وبيسأل عليهم، فبيعرف ان تشارلي وابوها انتقلوا للمستشفى. فدالتون بيفضل يفكر يمشي ولا ينتقم من عصابة برانت، وبيقرر في الاخر يروح لعصابة برانت وبيلاقي الشخص اللي ولع في محل تشارلي اللي اسمه فينيس. ودالتون بيقوله انا كنت ماشي خلاص، بس بعد اللي انتوا عملتولي البنت الصغيرة انا قررت اقعد. وبيفضل يقرب من فينيس وفينيس بيجهز سكينة علشان يقتلوا بيها وبيهاجموا، بس دالتون اتفاداه وضربه في رقبته وفينيس مش بيقدر يتنفس بسبب الضربة وبيموت. دالتون بيقول فرانك لما سألتني انت خايف قلت لها ايوه، انا خايف، والحقيقة انا خايف، بس خايف من اللي يحصل لما حد يعصبني. دالتون بعدها بيخرج وبيشوف مو اللي كسر دراعه قبل كده، ودالتون لما بيسأله فين برانت فبيخاف منه وبيقوله مش عارف، ولكنه عارف حاجة تانية انه هرب مخدرات الساعة 5 الصبح على الشاطئ. ودالتون بعد ما خد منه المعلومات دي بيروح ينام شوية وبيحلم بماتش الملاكمة اللي قتل فيه صاحبه، وبيطلع ان ده نفس الماتش اللي كان بيحلم بيه في المرات السابقة، ودي بتكون ذكرى سيئة مش قادر ينساها. وبيصحى الساعة 5 سلل للشاطئ وبيشوف صفقة المخدرات، كان في ضابط هو اللي بيبعت الفلوس لتجار المخدرات بالقارب، بس دالتون ظهر من وراه وضرب على دماغه وأفقده الوعي، وشاف شنطة الفلوس وأخدها معاه. وبيرجع بعدها المركب وبيجهز متفجرات، بس ديك بيدخل عليه وبيقوله انه مش جاي يقبض عليه، بس برانت سرق إلي بسبب انك خطفت فلوسه، وقاله انه هيقتلها بكرة لو انت مرجعتش الفلوس، وانا بطلب منك تساعدني عشان نرجع بنتي. ودالتون بيوافق يساعده، فبيقوله انه هيطلع فلوس من المكان اللي هو مخبيها فيه وهيجي يقابله هو وبرانت. وبعد شوية دالتون بيركب القارب وبيروح يقابل برانت وديك، وبرانت بيقوله دالتون فين فلوسي؟ فدالتون بيقعد يقول لهم انا مش شايف إلي ومش مقتنع ان هي اتخطفت اصلا، وده مش منظر واحد بنته لسه مخطوفة. فديك بيقول له هو انت فعلا صدقت ان برانت يخطف بنتي؟ ده احنا شركاء. فبرانت بيقول له بصراحة انا خطفتها فعلا عشان كان لازم اضمن انك مش هتخوني. فديك بيتعصب عليه، فبرانت بيقول له لما اخد فلوسي هرجع لك بنتك. فدالتون بيتريق عليهم وبيقول لهم اسيبكم انا بقى تخلصوا خناقتكم دي. فبرانت بيوقفه بيقول له يا ابني انت عملت لي مشاكل كتير. وهما بيتكلموا نوكس بيكون جاي عليهم بالقارب، وبرانت اصلا ما كانش بيطيقه وبيقول لرجالته بلاش المعتوه ده يدخل اليخت بتاعي. بعدها دالتون بيطلع مفتاح من جيبه وبيفعل المتفجرات اللي حاططها وبيحصل انفجار كبير، ويروح دالتون يدور على ايلي ويضرب رجالة برانت اللي بيقفوا قصاده وبيقعد يدور عليها لحد ما بيلاقيها، وبيطلعوا هما الاتنين على سطح المية. ودالتون بيشتبك مع رجالة برانت، وبرانت بيخطف ايلي تاني وبياخدها على قارب وبيهرب، ونوكس بيبقى راكب القارب وبيحاول يقتل دالتون، بس دالتون بيقدر يمسك في القارب وبيطلع عليه، ونوكس كان هيهجم عليه بس دالتون بيقدر يوقعه في المية، لكن نوكس بيبقى ماسك في الحبل بتاع القارب، ودالتون بيطارد برانت وبرانت بيشوفه وبيلف بالمركب بتاعه ناحيته، والاتنين بيصطدموا ببعض. ودالتون بيطير في الهواء وبيقع في المركب بتاعت برانت، وايلي حاولت تضرب برانت كان هيضربها بس دالتون بيمنعه وبيضربه. المركب كانت ماشية بسرعة ناحية الشاطئ، فدالتون وايلي بينطوا بسرعة والمركب فعلا بتخبط في كفاح على الشاطئ، وبرانت بيطير في الهواء، بينما نوكس بيطلع على الطريق وبيثبت واحد وبياخد عربيته. وعلى الناحية التانية دالتون بيروح لبرانت في الحانة وبيضربه بكل غل، وبرانت ما كانش مصدق ان مشروعه باظ بسبب حتة راجل كان جاي كحارس للحانة. ومفيش ثواني ونوكس بيقتحم المكان بالعربية، وهو ودالتون بيبدأوا مواجهتهم الأخيرة. وفي البداية نوكس كان مسيطر على القتال ونازل ضرب في دالتون بكل قوته، بس دالتون مش بيستسلم بسهولة وبيبدأ يسدد لنوكس ضربات قوية، بس نوكس بيرجع تاني يسيطر القتال وبيضربه وبيقلبه على الأرض، واداله ضربة برجله وطيره وبيرميه على الآلات الموسيقية وبيكمل ضرب فيه. القتال ما بينهم كان قوي جدا، وهدوء دالتون هو اللي بيخليه يرجع يسيطر تاني على القتال، وبيستنى اللحظة المناسبة وبيبدأ يضرب نوكس وبيشيله وينزل بيه على الأرض. بعدها بيمسكه ويخنقه من رقبته
ونوكس بيحاول يتخلص من مسكته، وفعلا بيقدر يفلت منه، ومسك رمح صغير وطعنه بيه في مكان جرحه القديم، ودالتون بيفضل يتألم على الأرض وكان خلاص اتهزم. وبرانت بيفوق وبيقول لنوكس يلا اقتله وخلص عليه، بس نوكس بيمسك برانت وبيكسر رقبته علشان اتخنق منه. كان رايح يقتل دالتون، بس دالتون بيوقفه على آخر لحظة وبيسحب الرمح اللي في بطنه وبيطعن بيه نوكس في رجله، وبياخد الرمح من ايده وبيطعنه في رقبته، وبيسحب الرمحين وبيفضل يطعنه بيهم في كل حتة لحد ما نوكس بيموت نهائيا. وعيله بتوصل وبتشوف دالتون وهو مصاب، وديك بيجي وبيطلع انه عايش وبيقول له دالتون انت لازم تمشي من هنا، البلد دي مش شبهك في اي حاجة. ودالتون فعلا بيمشي. وبتيجي فرانكي بعدين وبتعاين الأضرار في الحانة، ودالتون بيروح يستنى الأتوبيس عشان يمشي. تشارلي بتظهر وبتحاول تقنعه يفضل موجود، لكن دالتون بيقولها ان الأحسن ليه ان هو يمشي. وبنشوف ان شنطة الفلوس اللي دالتون خدها من الضابط راح سابها في محل تشارلي، وستيفن بيتفاجئ لما بيشوف الفلوس وبيفهم ان دالتون هو اللي سابها. واخر مشهد بنشوفه في الفيلم ان نوكس طلع عايش وخرج من المستشفى. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيلم، نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا ليك يا صديقي.